つまり春は安倍先輩の弱点を見つけて周囲にばらそうってわけ？でも気持ちはわかる。黒、落ち着け俺。お姉ちゃんに素直な気持ちをぶちまけちゃいなよ。黒、嘘でも好きな人と付き合えるんだよ。それって私には利益しかないじゃん。なんで我慢してるの？私はもうこんななのに。ずるいな。بيبدأ الانمي بتاعنا بشاب اسمه مارو، وده الشاب اللي هيحقق احلام 99% من الشباب. لما يكون مجرد شاب كحيان هيلاقي في الاخر انه اجمل 3 موزز في الفصل بتاعه وكمان صديقة طفولته واقعين في حبه وكلهم هيتخانقوا عليه. فايه اللي هيحصل للشاب ده؟ كل ده هنشوفه في الحكاية بتاعتنا. لما بنلاقي مارو ماشي لوحده وراجع من المدرسة، وفجأة بيشوف زميلته اللي اسمها كاتي كانت واقفة لوحدها في وقت غروب الشمس وكان المنظر جميل. فمارو جمع شجاعته وطلع يجري عليها علشان يكلمها، وكاتي اول ما بتشوفه قرب منها بتقول له انت مارو وبتندمه باسمه. فالواد يا عيني بيتصدم وبيكون مبسوط جدا وبيحس بالخجل لان اجمل بنت ندمت عليه باسمه، وقال لها انت عارفاني؟ قالت له ايوه انا عارفاك، انا عارفه كل اسماء الاشخاص اللي في الفصل بتاعي، قول لي بقى انت عايز ايه يا مارو مني؟ فهو قال له وهو محرج جدا منها وباين عليه ان هو بيحبها، انا قريت الروايه بتاعتك. فالبنت بتتصدم وعينيها بتدمع وبتقول له طب ايه رايك في الروايه دي؟ فبيقول لها بكل حماسه الروايه بتاعتك جميله جدا واثرت فيا الاحداث بتاعتها بشكل كبير. فكاتي بتكون مبسوطه وهي بتدمع وبتفرح جدا من كلامه وبتقول له طمنتني، شكرا ليك جدا يا مارو. وفي اللحظه دي مارو طبعا مش عايز اقول لك شكله كان عامل ازاي، الواد حرفيا الحب كان ماليه من اوله لاخره وما كانش قادر يصدق نفسه اصلا ان هو بيكلم البنت اللي بيحبها بالشكل ده، واول مره فعلا يتشجع ويكلمها. ومن الوقت ده مارو حرفيا وقع في حب كاتي بشكل كامل وعايز يرتبط بيها باي شكل في المدرسه. ومن بعد اليوم ده بتعدي ايام كتير وبتنتهي سنه اولى ثانوي اللي كان فيها مارو مع كاتي، وبيوصلوا الاثنين للمرحله الثانيه من الثانويه. فبنلاقي مارو قاعد مع صاحبه في الفصل اللي اسمه كاي، وبنلاقي كاي بيقول له انت ناوي تشارك في مهرجان الاعتراف بالحب السنه دي يا مارو ولا لا؟ وده بيكون يوم اي شخص بيحب اي بنت او اي بنت بتحب اي ولد في المدرسه بتروح وتعترف له بحبها وبتديله شوكولاته. فمارو رد على صاحبه وقال له والله يا صاحبي لحد دلوقتي انا مش عارف انا بائس ليه، مش لاقي اي حد فعلا يكراش عليا او يحبني، فانا حرفيا الحاله تعبانه معايا وناقص حنان. فكاي بيقول له انا عكسك تماما يا صاحبي، انا حاليا مرتبط ب7 من مدارس مختلفه، يعني الولد حرفيا مش راحم ولا عاتق، 7 مدارس مرتبط من كل مدرسه ببنت علشان ما يتكشفش. كاي بعد كده قال له بس انا مش قادر اهندل ال7، فانا ناوي اقلل عددهم ل4 بس عشان انا تعبت بصراحه. الواد حرفيا ما حسسنا ان في حد بيجري وراه علشان يرتبط اكبر عدد من البنات، بس بنعرف هنا اصلا ان كاي ده كل بنات مدرسته بيكرهوه لان هم عارفين حقيقته ان هو بيرتبط بعدد كبير من البنات في وقت واحد. فمارو قال له انت ما حرمتش يا ابني؟ السنه اللي فاتت كل الناس كرهتك وكل البنات كرهتك بسبب ان انت كنت مرتبط ب3 في وقت واحد من المدرسه. فكاي قال له فعلا ده حصل، بس انا ما يأستش وقررت ان انا فعلا اوصلهم ل7، وفعلا اوصلهم ل7 بنات مرتبط بيهم. فالواد ده باين عليه ان هو مش عاتق حرفيا. فهنا جه السؤال المهم من مارو لما ساله، قال له طيب انت قول لي دلوقتي انت ناوي تعترف لانهي بنت فيهم فعلا بحبك في السنه دي؟ فالواد هنا رد عليه رد غير متوقع لما قال له والله يا صاحبي انا مش هعترف لولا واحده فيهم، انا ناوي اعترف لكاتي. فهنا طبعا مارو خد الصدمه بجد من صاحبه، اقرب صاحب ليه عايز يخونه ويعترف لحبيبته اللي هو هيموت فعليا ويكلمها. فمارو طبعا لما سمع ان هو عايز يعترف لكاتي حبيبته وشه احمر وجسمه جاب عرق من كل مكان، بس مارو هنا ما وقفش مكانه، مسك صاحبه ونزل فيه ضرب. فالواد صاحبه اصلا كان عارف وكان بينكش فيه بس، وقال له بص يا مارو الحق كاتي جايه. فمارو قال له مش هتخدعني المره دي، وبيكون فاكر ان هو بيضحك عليه، بس اول ما بيبص ورا فجاه بيلاقي فعلا كاتي وراه وصاحبه ما كانش بيضحك عليه. فالواد طبعا حس بخجل شديد جدا لانه هو كان بيتكلم عليها وكان عايز يعترف لها بحبه. قال لها مارو انت بتعملي ايه هنا؟ فهي قالت له ده حاجه طبيعيه ان انا اكون موجوده هنا، ده الفصل بتاعي زي ما هو فصلك، انت عبيط ولا ايه؟ فهو ارتبك كده وقال لها اسف ده انا كنت بس يعني دماغي مصدعه شويه. وبعد كده بتسيبه كاتي وتمشي، وباين ان البنت دي تقيله عليه حبتين. فبيجي له صاحبه كاي وبيقول له هنصحك نصيحه يا صاحبي، انا عايزك تشيل البنت دي من دماغك تماما لان هي باين عليها حته تقيله. وده حقيقي فعلا لان البنت دي الاولى على المدرسه، يعني شاطره جدا وكمان كاتبه وكمان رياضيه وفيها كل صفات البنت المثاليه، وانت مجرد شاب كحيان مستحيل حد زي دي يبص لك يا صاحبي، ومعلش يعني ما تزعلش من الكلام. وخد الصدمه الجايه دي، البنت دي كمان موديل مشهوره، يعني بنت تعتبر من اشهر البنات مش في المدرسه بس، دي مشهوره كمان على مستوى الدوله، فانت يا صاحبي كده الدنيا تبقى صعبه. قال له يا صاحبي صور كاتي في كل مكان، بما انها موديل مشهوره فمش منطقي تختارك انت بين كل الناس اللي هتقابلهم في حياتها. وهنا بيكون صاحبه حرفيا فشخ الواقع في الدعم الايجابي. فمارو ما خدش كلامه ده على محمل الجد كده وضحك وقال له على فكره يا صاحبي انا قريب من كاتي جدا، ده انا اتكلمت معاها السنه اللي فاتت اللي هي اول مره يتشجع ويكلمها فعلا، واليوم ده من ساعه ما حصل هو مش قادر ينساه. فكاي قال له علشان اتكلمت معاها مره واحده يا صاحبي وبقى انت كده قريب منها، غطيها يا صاحبي لما تنام. وبعدين قال له لو انت يا صاحبي
صاحبي فعلا عايز حبيبه بجد ونفسك ترتبط ببنت، فانت عندك شيلا اللي هي صديقه طفولتك. فمارو قال له هي جميله وكل حاجه بس هي مش من النوع المفضل من البنات. فكاي قال له يا صاحبي انت محسسني ان انت اوسم الشباب في المدرسه، ده انت حرفيا ما فيكش اي حاجه مميزه، ده لولا ان شيلا البنت الجميله دي كانت صديقه طفولتك انت حرفيا كنت هتفضل بايس طول حياتك. البنت دي قريبه منك علشان هي كانت معاك في طفولتك بس، لكن انت مفيش حد بيبص لك يا صاحبي. فمارو قال له شيلا فعلا جميله والله، وكل الشباب عايزين يرتبطوا بيها وبيحبوها علشان هي عسل. بس انا في الحقيقه وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي شيلا واقفه قدامه، واللي بيظهر ان هي فعلا بنت مميزه وجميله جدا في المدرسه، وباين عليها ان هي كيوت، وبتقول له بقى هو ده رايك فيا يا عم مارو؟ اختك شيدا في الحقيقه بتحبك جدا ومبسوطه منك. فمارو اول ما بيشوفها بعد ما سمعت كلامه عنه وشه بيحمر وبيحس بالخجل الشديد، وبيقول لها ما تقوليليش اختك قدام الناس. فهي قالت له لا هقول لك كده على طول، ما انت دايما بتخليني اعتني بيك زي ما تكون زي اخويا الصغير، وبتخليني دايما قلقانه عليك. وبيكون واضح فعلا ان البنت دي مهتمه بيه جدا. وفي اللحظه دي بنلاقي 4 شباب في الفصل اللي بيكونوا متغاظين جدا جدا من مارو لانه قريب من البنت المزه دي اللي كله عايز يرتبط بيها وكمان صديقه طفولته، وبيقولوا له يا ابن الجزمه بقى عندك البنت الجميله دي وفي الاخر مش عاجبك؟ كلهم بيكونوا غيرانين منه لدرجه ان هم عايزين ياخدوه كده في مكان ورا المدرسه يطلعوا عينه. فمارو هنا خاف منهم لما سمعهم بيتكلموا عليه وعارف ان هم هيمسكوه يضربوه بعد الحصه. وفي اللحظه دي شيدا بتكملها عليه علشان تصدمنا وتصدم كل اللي موجودين في الفصل، لما بتقول له انا ملاحظه ان انت بتتجنبني كتير جدا الفتره دي يا مارو، تكونش بتعمل كده علشان انت رفضتني اخر مره اعترفت لك بالحب فيها. وهنا دي بتكون كل الصدمه بالنسبه للفصل، حتى كاتي اللي هو بيحبها بتكون مصدومه قد ايه البنت القمر دي بتعترف لك بحبها وانت اللي بترفضها. فبيطلع يجري عليه ال4 شباب اللي كانوا غيرانين منه علشان فعلا ياخدوه ورا المدرسه يدقوه، وبيكون في الوقت ده هو يستاهل اللي بيحصل له. بس قبل ما يحصل اي حاجه شيدا بتزعل الشباب دولت وبتخليهم يمشوا، وبتروح تتكلم مع مارو كده بكل هدوء وبتقول له هسالك للمره الثانيه ممكن نرتبط بجد؟ وبيكون واضح فعلا ان البنت دي ميته عليه مع انها اجمل من ان هي تكون معاه حتى. فمارو بيقول لها انا اسف مش هقدر ارتبط بيك يا شيدا. فبتقرب منه شيدا وبتقول له انت صدقت نفسك يا مارو؟ انا كنت بهزر معاك لما سالتك للمره الثانيه. فمارو بيتصدم منها وبيقول لها بقى انت بتلعبي بمشاعري، وبيكون فعلا واضح ان هي بتكذب عليه لان هي كانت بتحاول تعترف له وبتحاول تقرب منه باي طريقه، وهو اللي لسه مش مقتنع بالكلام ده. شيدا بصت له كده وابتسمت له وقالت له انت غبي على فكره يا مارو، بقى انا هسيب كل الشباب وهبص لك انت علشان اعترف لك بحبي. فبيهزر معاها مارو وبيمسكها يضربها، وبيكون واضح ان هي عملت كده علشان تلطف الجو علشان ما يتجنبهاش تاني في الفصل بعد ما اعترفت له بحبها وهو رفضها. بنلاقي شيدا كده بعد ما مارو بيلعب معاها كده وبيبهدل لها شعرها بتقول انا مش هديك الواجب تاني على فكره. فبيقول لها خلاص انا اسف، وبيركع قدامها وبيقول لها الا الواجب بالله عليكي. وبيكون واضح فعلا ان شيدا بتهتم بيه لدرجه ان هي بتديله الواجب، فما بالك باي حاجه تانية. وفي الوقت ده بيقطع الموقف ده لما بنلاقي البنت ميكو اللي كانت قاعده مع كاتي اللي هو الواد ده بيحبها، لما بتكون بتزعق وبتتكلم معاها وبتقول لها بقى انت هتروحي المهرجان مع الممثل المشهور ابي، وبيكون صوتها عالي لدرجه ان الكل بيسمع. فكاتي ردت عليها قدام كل الناس وقالت لها ايوه ابي عرض عليا ان احنا نرتبط الاسبوع اللي فات على الشاطئ وانا وافقت. ففي اللحظه دي بيسمع مارو الكلام ده كله، وهنا بتكون الصدمه بالنسبه له وقلبه بيتكسر، فبيكتئب وبيسيب المكان وبيمشي. بيكون حزين جدا وبيروح عند الشاطئ يقعد كده ويفضل يعيط لان هي مرتبطه بحد غيره وهو بيحبها. فبتروح له شيدا في الوقت ده اللي هي الوحيده اللي بتكون جنبه دايما وبتقعد تواسيه وبتقرب منه وبتسند عليه. فهو بيقول لها شكرا جدا علشان انت جنبي يا شيدا، وده كله على الرغم من ان هي اعترفت له بحبها وهو رفضها. وهو بيقول لها ان هو عارف حقيقه مشاعرها ناحيته، ان هي فعلا بتحبه، وان هي طبعا كانت بتكذب في الفصل لما قالت ان هي بتلعب عليه لما اعترفت له بحبها، وده كله علشان هي ما تتكسفش قدام كل الناس. فشيدا قالت له بقى انت عارف كل حاجه وكشفتني في الاخر. وبتقف شيدا في الوقت ده وبتحضنه وبتقول له انا كنت زعلانه جدا لان انت فعلا ما اخترتنيش، بس مشاعري ناحيتك مش هتتغير وهفضل بحبك وبرضه هفضل جنبك وهدعمك حتى لو انت بتحب بنت تانية. انا مش عارف ايه الحب المخلص ده اللي البنت دي بتحبه فعلا للولد ده. بتفضل شيدا تتكلم معاه وتواسيه بالكلام علشان فعلا كاتي مش بتحبه وبتحب حد تاني وهو بيحبها، وبتقول له لو كاتي فعلا ما بتحبكش زي ما انت بتحبها هي الخسرانه وانت تستاهل بنت اجمل منها. وبعد ما بتحضنه وبتخفف عنه بتقول له كده فجاه انا عندي خطه علشان ننتقم منها. فهو بيتصدم منها وبيقول لها انتقم منها؟ مش للدرجات دي يعني، هي ما عملتش جريمه. فهي بتقرب منه وبتقول له لو انت فعلا مسامح في حقك فانا مش مسامحه وهنتقم منها عشانك، وبعدين انا كده كده بكره البنت دي جدا في الفصل. فبيقول لها مارو بس برضه ما توصلش لدرجه ان احنا نعمل كده ونأذيها بشكل ما. فهي بتقول له طب انت بتقول كده بس انا عايز افكرك بحاجه، كاتي مرتبطه بالممثل المشهور ابي وكمان هيخرجوا بعد اسبوع في المهرجان بتاع الحب، وغالبا اللي ممكن يحصل في اليوم ده ان هو يبوسها. فالواد بيتعصب في الوقت ده وبيقول انا مستحيل اوافق على حاجه زي كده، ولو ده فعلا حصل انا هنتقم منها بجد. وبيكون متعصب ان ده ممكن يحصل فعلا. وتاني يوم بيتجمع مارو وشيدا
شيدا علشان يحطوا خطة ينتقموا فيها من البنت دي او يبوظوا اليوم ده علشان ما يعترفوش بالحب لبعض. مارو هنا بيقول لشيدا انا عندي فكرة، علشان نبوظ كل حاجة انا هحاول ادور على نقطة ضعف او فضيحة تخص ابي اللي هو الشاب اللي بتحبه ده، وبعد ما اعرفها هفضحها لكل الناس وهقول لكل الناس عليها، وبكده هدمر مسيرته وهنتقم منه، وفي نفس الوقت هخلي كاتي تنفصل عنه وهيطولها العار برضه بما انها كانت حبيبته. فبتقول له شيدا لا فكرة وحشة مش عجباني. فبيقول لها وبعدين معاكي مال الفكرة دي ما كانت كويسة. فهي قالت له لو انت عملت كده مش هتستفيد اي حاجة لانك انت كده ما انتصرتش على كاتي ولا انت قمت منها، انا عندي فكرة افضل من كده بكتير. فهو قال لها ايه الفكرة دي؟ فهي قربت منه وقالت له كده ايه رأيك تمثل ان انت فعلا حبيبي الحقيقي؟ فالواد وشه بيحمر وبيتكسف منها وبيقول لها طيب بعد ما اعمل كده ايه اللي انا هستفاده؟ فهي بتقول له لو انت عملت كده هتخلي كاتي تغير منك وتغير مني، وده لانك ارتبطت ببنت جميلة زي في الفصل وكل الشباب هيموتوا عليها، والحقيقة دي فعلا، بس المشكلة ان هي واقعة مع الواد الغلط. وبالمناسبة انا عندي فكرة في الموضوع ده، هي برضو مع انها عايزة تمثل ان هي حبيبته بس ده بالنسبة لها افضل اختيار لان هي كده كده بتحبه وعايزة تقرب منه باي طريقة حتى لو هيمثل ان هو حبيبها، فده ممكن فعلا يرضيها بشكل ما. وده لاننا شفنا لما راحت جنبه على الجسر وواسته وحضنته وقالت له انا هفضل احبك ومشاعري ناحيتك مش هتتغير، فممكن دي حركة منها يمكن فعلا الواد بعد ما يمثل ان هو بيرتبط بيها يحبها بجد. المهم شيدا لما بتقول له على الفكرة الخطيرة دي الواد وشه بيحمر وبيكون مكسوف جدا في الوقت ده منها وهي بتقرب منه بزيادة طبعا، بس بيوافق على كلامها في الاخر وبيقول لها انك اقنعتيني يمكن تحس بالغيرة فعلا. وبعد كده بيروح يسأل في المدرسة عن ابي اللي هو الشاب اللي مرتبطة بيه كاتي اللي هو بيحبها، وطبعا في الوقت ده بيكون عايز يدور على اي سر يخصه او فضيحة علشان يكشفها لكل الناس، بس المشكلة انه ما بيلاقيش اي حد بيتكلم عليه بطريقة وحشة لان كل الطلاب بيكونوا بيتكلموا عنه كأنه فعلا شخص كده ما بيغلطش. وبيطلع بعد كده مارو فوق سطح المدرسة وفي اللحظة دي بيجيله وبيقابله ابي شخصيا وبيتكلم معاه. ابي بيقول له انت بتسأل عني ليه؟ فمارو بيقول له انت تعرفني؟ فرد عليه ابي وقال له ايوه اعرفك، وهل يخفى القمر انت الطفل الممثل المشهور مارو. فبيتصدم مارو منه وما بيقدرش يتكلم في الوقت ده. وبنرجع في الوقت ده للماضي بتاع مارو لما كان صغير، وبنعرف ان مارو لما كان صغير في الحقيقة كان فعلا ممثل، وده لان ابوه وامه كانوا الاتنين ممثلين وهو صغير. وبنرجع دلوقتي لابي لما بنلاقيه بيقول له انت ليه سبت التمثيل لما كان عندك 6 سنين مع ان كان عندك موهبة كبيرة جدا وكان عندك مستقبل يا مارو؟ فمارو قال له انت مالك عايز تعرف ليه؟ فابي قال له في الحقيقة انا عايز اعرف بجد لان انت كنت السبب وانا صغير اللي خلتني ادخل مجال التمثيل. ابويا مثل معاك وانت صغير في مسلسل قبل كده وكان دايما بيمدح فيك قدامنا وبيتكلم عنك بشكل حلو، وكان بيقول لي انا ان انا عكسك تماما في اني انا فعلا فاشل، فانا قررت انتقم بسببك. وبعد كده سألت عنك وعرفت ان انت في نفس المدرسة اللي انا فيها، وبيقول له انا عملت عنك شوية ابحاث وعرفت ان انت بتحب كاتي، فعلشان كده انا رحت لها وارتبطت بيها في الحقيقة علشان انتقم منك في الاخر، وفعلا نجحت في كده وذليتك. فطبعا مارو في الوقت ده بيتعصب منه جدا وبيقول له يا حقير وبيقرب منه كده وبيمسكه وبيكون عايز يضربه، وفعلا الواد ده يستاهل. الواد الحقير بيرد عليه بكل هدوء كده وبيقول له ما تستخدمش العنف علشان انت لو عملت اي حاجة او ضربتني هنا انت هتتفصل اصلا من المدرسة. فبيتعصب مارو اكتر من كلامه بس بيسيبه في اخر لحظة وبيقدر يمسك اعصابه، بس برضه الواد الحقير ده بيغيظه اكتر واكتر لما بيقول له انا هعترف لكاتي في مهرجان الاعتراف بالحب بشكل رسمي وهقول لها ان انا بحبك، فانا عايزك دلوقتي ان انت ما تقربش منها، وعايز قصة الحب بتاعتك اللي من طرف واحد دي تنتهي تماما. وفعلا الواد ده بيكون عايز يخلص عليه وبيكون واضح على مارو هنا العصبية وبيكون عايز يمسك الواد ده يديله على عينه حتى لو هيتفصل من المدرسة، بس بيمسك اعصابه في الاخر وبيروح تاني للفصل بتاعه وبيقعد مع صاحبه كاي وبيقول له انا خدت قرار مهم في حياتي النهارده. فصاحبه قال له ايه القرار ده يا زميلي؟ فقال له انا نويت ان انا اشارك في المهرجان الثقافي في المدرسة علشان ارجع تاني للتمثيل ومهنتي القديمة وانتقم من ابي اللي عايز يعترف لكاتي اللي انا بحبها بحبه في مهرجان الاعتراف بالحب. فكاي صاحبه هنا بيقول له بس انت لو ناوي ترجع للتمثيل تاني فانت محتاج فعلا كتابة جيدة ومحتاج سكريبت جامد للقصة اللي انت هتعملها وتمثلها. فبيقول له مارو ده حقيقي، المفروض ان احسن حد بيكتب سكريبتات دلوقتي وبيكتب قصص موجود في الفصل هي كاتي اللي ابي طبعا هيرتبط بيها وهو عايز ينتقم منه. وفي الوقت ده بتقطع كلامهم شيدا لما بتقرب منه وبتقول له انت ليه ما سجلتش اعجابك على اخر صورة حبيبتك نزلتها بما انها دلوقتي بتمثل ان هي حبيبته فعلا في الفصل. فبيتصدم منه الاربع عيال اللي بيكونوا متغاظين منه علشان البنت شيدا بتحبه وبيهجموا عليه علشان يضربوه، بس شيدا طبعا بتبص لهم بصة غاضبة جدا فبيخافوا منها وبيسيبوهم ويمشوا. وفي الوقت ده بتبص عليه كاتي وهي مصدومة في الفصل، وصاحبه كاي بيقول له دي فرصتك يا صاحبي ادخل عليها وبيزقه علشان يروح عندها. وفعلا بيروح لها مارو وبيقول لها انا هقدم مسرحية جديدة في المهرجان الثقافي بتاع المدرسة وكنت عايز حد ثقة يكتب لي سكريبت كويس. فهي بتقول له ما عنديش مشكلة بس هتدفع لي اللي انا هحتاجه في الاخر، هتدفع لي فلوس يعني؟ فهو بيقول لها ماشي ما عنديش اي مشكلة، والاتنين فعلا بيكونوا موافقين. وفي الوقت ده بياخدوا ارقام بعض
بعض علشان يتواصلوا بما انهم هيكون عندهم كده شغل مع بعض. وبينتهي اليوم المدرسي، وبالليل في اليوم ده بتتصل كاتي بيه على التليفون، وفي الوقت ده بيكون عنده شيدا في البيت اللي بتنادي عليه فجأة وبتقول له يلا علشان الاكل جهز، كانهم حرفيا متجوزين وعايشين في بيت واحد. فكاتي هنا بتسمع صوتها وبتقول اللهم صل على النبي، بقى انت كمان خارج مع واحده دلوقتي؟ خلاص انا مش ناوي ازعجك، خلص يومك واخرج مع حبيبتك وهكلمك بكره. الواد طبعا بيرتبك وبيتصدم لانه بيكون حظه حرفيا زي وشه، دلوقتي البت دي متاكده ان هو عنده حبيبه وخارج معاها كمان بعد ما بداوا يتكلموا مع بعض لاول مره. فبيحبط جدا الواد وبيروح يقعد مع شيدا على الاكل، وبيكون مصدوم جدا وبيقول لها انت السبب في كل حاجه يا شيدا. فهي بتقول له ما تزعلش، الموضوع مش مستاهل كل ده، وبعدين هي ليه بدات تقرب منك مره واحده بالشكل الغريب ده ما كانتش بتتكلم معاك نهائي. بتقول له شيدا مش ممكن هي دلوقتي تكون بتخدعك هي وابي وعايزين يفضحوك بشكل ما، انت ممكن كده تكون فعلا وقعت في فخهم. وبيكون واضح هنا ان مارو فعلا شاب كحيان ما عندوش اي راي وبيقتنع بكلامها، اي كلمه فعلا بتقولها له اي واحده بيقتنع بيها تماما. فبيغضب جدا في الوقت ده وبيكون فاكر فعلا ان كلام شيدا صح وان هم عاملين له فخ، وبيقعد يشتم فيهم مع انه لا فخ ولا اي حاجه. وهنا بنلاقي شيدا بتقول له يعني انت مصمم على المسرحيه دي ومصمم ان انت تعملها فعلا؟ ده انت بطلت تمثيل من زمان وهيكون صعب عليك فعلا ان انت ترجع لنفس الموهبه اللي كانت عندك وانت صغير، مش هتوصل للمستوى ده بسرعه. فهو بيقول لها ده اللي انا اقدر اعمله حاليا، لازم اعمل الخطوه دي علشان ما ندمش في الاخر، ما عنديش اي حاجه تاني اعملها. بس عموما انا ناوي من بكره ان انا ابدا اتدرب تاني على التمثيل علشان ارجع موهبتي تاني. بس تاني يوم لما بيروح يتدرب فعلا في المسرح مع صاحبه كاي بيفقد الوعي وبيغمى عليه بشكل مفاجئ، وبياخدوه للمستشفى، وبيكون طبعا راقد ومصحاش لسه. واول ما بيصحى بيتصدم ان فعلا كاتي هي اللي كانت قاعده جنبه، وده علشان تطمن عليه. ودي بتكون صدمه طبعا للواد ده لانه ما توقعش ابدا ان هو يلاقيها هنا. كاتي بتديله الورق اللي هي كتبته له وبتقول له ده السكريبت اللي انت طلبته مني. فهو بياخد السكريبت منها وبيبص عليه وفعلا الكلام اللي فيه بيعجبه، فهي بتاخده منه على طول وبتقول له لازم تدفع الفلوس الاول قبل ما تكمل قرايه زي ما اتفقنا. فهو بيرجع لها وبيقول لها والله انا كنت عارف ان انا وعدتك بكده، بس انا والله مفلس ومعيش فلوس خالص، انا اسف، اديني السكريبت وحياة ابوكي. فهي بتقول له يعني انت لسه ما فهمتش اي حاجه؟ انا مش عايزه اي فلوس، انا عايز اعرف السبب اللي خلاك تبطل تمثل وانت عندك 6 سنين. بيكون واضح بالنسبه لكل الممثلين اللي موجودين حواليه ان الولد ده فعلا وهو صغير كان موهوب جدا، فعلشان كده الكل عايز يعرف هو ليه بطل تمثيل فجاه. حتى كاتي اللي هو بيحبها هي عارفاه. عموما مارو بدا يقول لها هو ليه فعلا بطل. قال لها زمان وانا صغير كنت بطل مسلسل الطفل النجم، والمسلسل ده نجح جدا، فالمنتج قرر ان هو يعمل جزء تاني علشان يحقق ارباح اكتر. وامي في الفتره دي بما انها ممثله زيه خدت دور في نفس المسلسل اللي هو هيشتغل فيه، بس حصلت كارثه اثناء تصوير احد المشاهد وماتت في الاخر. ومن اليوم ده انا بطلت تمثيل وما كنتش قادر ارجع له نهائي. فكاتي لما بتسمع القصه بتاعته ليه بطل تمثيل فعلا بتتصدم وبتدمع وبتتاثر جدا بقصته دي، وبتبتسم في وشه وبتديله السكريبت وبتقول له اتفضل زي ما وعدتك، وبتسيبه بعد كده وتمشي. وكانت زعلانه جدا عليه. وفي نفس الوقت هنا وهي ماشيه بنلاقي كاتي قاعده بتفتكر الماضي بتاعها، وبنعرف ان كاتي كانت وهي صغيره برضو كانت معجبه بمارو جدا جدا كممثل، وكانت دايما بتتفرج على المسلسل بتاعه وهي صغيره. وفي احد الايام ابو كاتي جاب مارو البيت بتاعه علشان يلعب مع كاتي، وبنعرف ان ابو كاتي اصلا كان منتج المسلسل بتاع مارو، فعلشان كده قدر يجيب مارو فعلا يلعب مع بنته. بس زمان كانت كاتي شعرها قصير زي الاولاد بالظبط، وكان اسمها وهي صغيره كمان شيرو. يعني دلوقتي مارو مش عارف ان صاحبته كاتي اللي هو بيحبها اصلا في الفصل هي البنت اللي كان بيلعب معاها وهو صغير اللي اسمها شيرو، وكانت صاحبته كمان. فدلوقتي الدنيا بدات تتعقد شويه وهتبقى سبايسي وحلوه قوي. المهم شيرو الصغيره اللي هي كاتي دلوقتي وهي كبيره ومارو بيحبها وعدت مارو الصغير ان هي هتألف قصة وهو اللي هيمثل القصة دي في المستقبل، وده اللي احنا بنشوفه حاليا لما هو طلب منها في المدرسة وهم كبار ان هي تألف له سكريبت وهو هيمثله. عموما من ساعة ما شيرو الصغيرة وعدت مارو ان هي هتكتب له قصة وهم صغيرين بدأت تكتب في الوقت ده بشكل كبير جدا، فعلشان كده بقت في الاخر كاتبة روايات، ونجحت في كل ده بسبب ان هي كانت بتحب مارو وهو صغير. وبنرجع دلوقتي للحاضر لما بنلاقي كاتي كانت واقفة مع نفسها عند النهر وكانت بتعيط وبتبكي بشكل لطيف جدا، وكانت بتقول في نفسها انت يا مارو كنت حبي الاول وانا صغيره وما زلت لحد دلوقتي حبي الحقيقي، انا لسه بحبك ومش قادره استغنى عنك. وهنا بنتصدم ان الكراش اللي بيحبها استاذ مارو هي كمان بتحبه، بس المشكله ان هي ما اعترفتلوش لحد دلوقتي. طيب ايه الموضوع ده؟ ولا مره اعترف لها هو كمان بحبه ليها بجد. شكلنا هنتشحطط معاهم لحد ما يعترفوا لبعض بجد. المهم بينتهي اليوم المفاجئ جدا ده وبنلاقي مارو كان قاعد بالليل مع صاحبه كاي بيتدرب على السكريبت علشان هيمثله، وبعدها بيجي مع
ميعاد المهرجان الثقافي اخيرا اللي هيمثل فيه مارو لاول مره بعد ما وقف تمثيل من 6 سنين. بيكون عمنا مارو متحمس وبيقابل وهو ماشي ابي اللي هو عايز يعترف لكاتي بحبه علشان ينتقم من مارو. ابي لما بيشوفه بيقول له هفكرك تاني النهارده هتحصل حاجه هتخليك تعيط. فمارو بيقول له ما تخافش هنشوف مين اللي هيعيط النهارده في الاخر. وبيروح بعد كده مارو يستعد مع شيدا واصحابه للمهرجان، وبنلاقي صاحبه كاي بيجيله بيقول له في حد عايز يقابلك. فبيروح مارو علشان يشوف مين الشخص ده، وبيبص عليه بيلاقي حد كده لابس لبس غريب مخبي جسمه بالكامل ومخبي كمان وشه بالكاب اللي هو لابسه. فبيستغرب مارو بيروح يقول له انت مين، وبيكون واضح على فكره ان الشخص ده هو شيرو اللي مارو كان بيلعب معاها وهو صغير، اللي هي كاتي دلوقتي اللي هي برضه زميلته في الفصل واللي هي برضه بتحبه بس ما اعترفتلوش. عموما هي لبست نفس لبس الطفوله وراحت قالت له لما سالها انت مين قالت له انا شيرو. فمارو بيتصدم جدا لما هي بتقول له فعلا انا شيرو، وهو بيقول لها يا من زمان وانا صغير ما شفتكيش، انت كنت فين طول الوقت ده؟ وبيروح علشان يسلم عليها. المشكله طبعا هنا ان هو برضه لسه مش عارف ان شيرو اللي كان بيلعب معاها وهو صغير اللي بتحبه هي كاتي اللي هو بيحبها حاليا، لسه برضه ما اكتشفش. وبصراحه انا مش عارف كاتي اتنكرت ليه بالشكل ده حاليا يعني. عموما راح مارو علشان يسلم عليها بس كاتي قالت له لا خليك بعيد، وده طبعا علشان ما يكتشفش حقيقتها ان هي زميلته اللي في الفصل. فبيسالها مارو انت جايه هنا ليه دلوقتي بعد كل المده دي؟ فهي قالت له انا جالي خبر ان انت هتمثل النهارده لاول مره بعد ما اعتزلت التمثيل من فتره كبيره، ومن زمان انت ما كنتش بتزورني خالص، فانا كنت فاكره ان انت كرهتني او نسيتني حتى. فمارو قال لها الموضوع مش زي ما انت فاكره خالص، كل اللي حصل بس ان انا حصلت لي مأساة وانا صغير، فعلشان كده معلش ما سالتش عنك. فبتطمن شيرو جدا في الوقت ده وبتقول له طب كويس، وبتبدا تعيط من كتر ما هي مصدومه من كلامه ان هو فعلا ما بيكرههاش. طبعا هنا بنعرف هي ليه مخبيه نفسها وليه ما اعترفتلوش حتى لما كبرت ان هي بتحبه او ان هي شيرو وهي صغيره، لان هي بتكون فاكره ان هو بيكرهها اصلا من ساعه ما بعد عنها وما بقاش يتكلم معاها. فلما مارو طلب من كاتي ان هي تكتب له سكريبت لاول مره وهيرجع للتمثيل، وهي قررت ان هي تديله السكريبت ده بمقابل ان هو يقول لها ليه هو بطل تمثيل من وهو صغير، هو قال لها طبعا ان امه ماتت علشان كده هو بعد. فدلوقتي هي عرفت فعلا السبب الحقيقي اللي خلى مارو يبعد عنها طول الفتره دي، فعلشان كده ظهرت دلوقتي وهتكشف له حقيقتها وهتعترف له كمان بحبها المره دي بجد بعد ما عرفت الحقيقة كاملة عنه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان هو بيحبها هو كمان، بس هو لسه ما يعرفش ان هي صديقة طفولته هي كمان. قالت له كاتي من بعد ما انت مشيت يا مارو انا بدأت اشتغل على نفسي علشان اطور من نفسي وابقى افضل، ونجحت في الاخر ان انا اكون كاتبة مشهورة، وقدرت ان انا اصدر رواية ليا ونجحت. فمارو بيتصدم منها وبيقول لها دي حاجة مفاجأة جدا بالنسبة لي، وحاجة فعلا تستاهل ان انا اكون منبهر منها. فبتقرب منه كاتي وبتبدأ تنزل من على السلم وبتتكلم معاه وبتقول له انا طول الفترة اللي فاتت دي وانت بعيد عني كنت بحاول ان انا اكون اجمل وافضل، وده علشان تعترف بيا وتقول فعلا ان انا جميله وحلوه. وفجاه بتقوم كاتي خلع الكاب اللي هي لابساه على راسها ومخبي شكلها، وهوبا يا معلم اعترفت له دلوقتي ان هي كاتي اللي كانت بتحبه وهي صغيره، وهي شيرو اللي كان بيلعب معاها. ويعني انا مش عايز اقول لك ايه اللي حصل في اللحظه دي. الواد بياخد الصدمه بجد قد ايه دلوقتي ان هو بيحب كاتي معاه في الفصل، ما كانش يعرف ان هي شيرو اللي كان بيلعب معاها وهي صغيره، وما يعرفش كمان ان هي بتحبه وطورت من نفسها عشانه ووصلت للي هي فيه دلوقتي بسببه وهو من يوم ما بعد عنها، وهي راجعه له وهي بتحبه كمان. حرفيا الواد ده حقق حلم 99% من الشباب يا جدعان. كاتي بتكون بتعيط قدامه وبتقول له ايه رايك بيا دلوقتي؟ انا دلوقتي بقت جميله. فالواد طبعا حرفيا لسانه اتقطع مش قادر يتكلم وبيكون مش عارف يقول لها ايه، بيتحرج منها جدا وبيقول لها انت بقيتي جميله جدا. فهي بتقول له اخيرا وفيت بالوعد بتاعي وانت هتمثل لاول مره قصه من تاليفي، الوعد اللي انا اعطيته لك واحنا صغيرين. فبيتحمس مارو جدا وبيقول لها ايوه ده انا هبهرك على الاخر. وطبعا الواد بيبقى في اقصى مراحل الحب والخجل في الوقت ده. بس بعد كده بتحصل صدمه اكبر لما بتقابل كاتي شيدا وهي نازله من على السلم، وبنعرف ان شيدا كانت بتتنصت عليهم وحضرت الموقف كله. وهنا بتحصل المفاجاه. طبعا شيدا صديقه طفولته وبتحبه وبتهتم بيه وحنيتها عليه فوق الوصف، وعمتنا كاتي اللي هو كان بيحبها وما كانش عايز شيدا بسببها عرف دلوقتي ان هي صديقه طفولته هي كمان، وكمان وصلت لنجاح كبير بسببه، واخيرا اعترفت له بحبها. فالاتنين الموزس دولت بيتخانقوا على الولد ده، حرفيا الاتنين اجمل من بعض وافضل من بعض، وحبيبنا مارو الكحيان في النص. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت نفسك تبقى مكانه. بتبدا هنا الحرب طبعا بين شيدا وكاتي على مارو، وبعد كده بيبدا مهرجان الاعتراف بالحب في المدرسه. والمهرجان ده بيقول لك اعترف بحبك قدام كل الناس في المدرسه للبنت اللي انت بتحبها، يعني اعتراف علني قدام الكل. ومش محتاج اقول لك اللي حصل، مردغنه يا ابن عمي. اي شاب بيحب اي بنت في المدرسه بيطلع يقف قدام الناس كلها ويقول لها انا بحبك، وهي طبعا تتكسف منه والدنيا كانت خربانه. وفي
وفي الوقت ده يا صاحبي بتأتي الصدمة لما بيجي ابي وبيطلع على المسرح علشان يعترف للبنت اللي هو عايز يعترف ليها، وبنكون عارفين طبعا ان ابي عيل حربوق عايز يعترف لكاتي بحبه علشان ينتقم من مارو، لان هو عارف طبعا ان مارو بيحب كاتي وعايز يقرب منها وهي ما كانتش معبراه. طبعا احنا لسه عارفين ان هي طلعت صديقة طفولته وبتحبه جدا. فايه اللي هيحصل دلوقتي لما ابي يحاول يعترف فعلا لكاتي بحبه قدام الكل علشان يخلي مارو يعيط؟ هو طبعا مش عارف اللي حصل ما بينهم وقد ايه هم قريبين دلوقتي. شكل الواد ده اللي هيعيط بجد وهيتكسف قدام الكل. وبيطلع ابي في الوقت ده بكل ثقة على المسرح وبيتكلم وبيقول ان هو عايز يعترف لكاتي بحبه عن طريق اغنية هو عملها لها مخصوص. وفعلا بيجيب الفرقة بتاعته بيقعد يغني وبيفضل يرقص كده على اساس ان كل البنات بتحبه وعايزة ترتبط بيه. بس في الوقت ده بيتدخل مارو وبيبدأ يرقص معاه على نفس المسرح وبيقدر يسرق منه كل الاضواء لأول مرة بعد ما رجع للتمثيل من 6 سنين. وفعلا في الوقت ده كل الجمهور كان مبهور جدا من مارو ومن طريقة رقصه لدرجة ان هو اتغلب على ابي الممثل المشهور. وبعد كده ابي بيتكسر وبيسيب المسرح كله وبيمشي، وكل البنات وكل الناس كانوا عمالين يهتفوا باسم مارو. وهنا تأتي لحظة الحقيقة الصادمة لما مارو بيمسك المايك علشان يعترف للبنت اللي هو بيحبها بحبه بجد. واخيرا دي اللحظة الحاسمة اللي بعد ما اكتشف مارو ان البنت اللي بيحبها اللي هي كاتي بتحبه هي كمان، فخلاص كلنا متوقعين فعلا ان هو هيعترف لها بحبه اخيرا. بس بتحصل حاجة بتصدمنا كلنا لما بنلاقي مارو بيتكلم وبيقول قدام الكل انا بحبك جدا يا كاتي، بس انا دلوقتي ادركت فعلا اهم شخص بالنسبة لي اللي كان دايما واقف معايا وكان جنبي على طول وما سابنيش ابدا، والشخص ده هو صديقة طفولتي شيدا. وبنتصدم لما مارو بيعترف بحبه لشيدا قدام الكل. صراحة يعني الموضوع جدا صادم لان احنا كنا متوقعين فعلا ان هو يعترف لكاتي بحبه بعد ما كان هو عامل كل ده علشان يعترف لها في الحقيقة، لكن ان هو يروح ويعترف لشيدا فعلا بحبه الحقيقي دي كانت صدمة، على الرغم من ان هي فعلا تستاهل لان هي اللي كانت معاه وقالت له حتى لو انت بتحب مين انا مستحيل مشاعري تتغير ناحيتك وهفضل احبك. وكانت بتدعمه كمان لما عرفت ان كاتي كانت مرتبطة بشخص تاني. وفي الوقت ده مارو كان زعلان، ففعلا هي تستاهل. بس الموضوع اللي حصل ده غريب جدا. طبعا بعد اللي حصل ده قدام كل المدرسة الكل بيتصدم وانت بتتصدم وانا بتصدم. شيدا بتكون واقفة ومصدومة وهي مش مستوعبة ان فعلا هو اعترف لها بحبه ليها بعد ما هي دايما كانت بتحاول تعترف له بحبها بس هو كان رافض حبها في الاول. فتيجي انت بعد ما تلاقي ان البنت اللي انت كنت سايب شيدا عشانها هي كمان بتحبك بعد ما عرفت كده تقوم تعترف لشيدا. دي هبدا حرفيا انا مش فاهمها، بس برضو هي تستاهل. دي كانت بتعيش معاه في البيت وتعمل له اكل وشرب وبتهتم بيه زي ما يكون جوزها فعلا. كاتي طبعا قعدت تعيط لانها اخيرا بعد ما اعترفت له بحبها وكشفت له حقيقتها الواد سابها في الاخر. فكاتي كانت زعلانه ومصدومه وعماله تعيط واصحابها اتلموا عليها وحاولوا يواسوها طبعا علشان ما تكونش زعلانه. بس انا خايف اصدمك دلوقتي باللي هيحصل بعد كده. انت هتحس دلوقتي زي ما انا حاسس حاليا بعد ما تعرف ايه اللي هيحصل ان الكاتب اللي عمل القصه دي يتعاطى صنف حرفيا يعني فاخر من الاخر، لان بنلاقي شيدا بتمسك المايك هي كمان وبتبتسم قدامه كده ابتسامه عريضه وبتقول له انا عارفه ان انت بتحبني بس انا هرفض حبك ده. وات ذا فاك، انا مش فاهم ايه كميه العبث اللي بتحصل دي. المهم مارو اتصدم والكل اتصدم ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. وبنروح بعد كده لما بنلاقي ابي بيتكلم مع صاحب مارو اللي هو كاي. ابي بيقول اللي حصل ده كان حاجه صادمه جدا بس انا متاكد ان مش هتطلع حاجه تصدمنا اكتر من كده. وبيقول ان هو في الحقيقه ما كانش مرتبط بكاتي ولا اي حاجه اصلا من ده كله. ده كاتي هي اللي راحت له واتفقت معاه ان هو يمثل ان هو مرتبط بيها، وده علشان مارو يكرهه ان هو قريب منها وهي تقدر تستغل الفرصه دي وتقرب من مارو. وبنعرف هنا طبعا ان كاتي نجحت في خطتها وطلعت مش سهله ابدا زي ما احنا فاكرين. فبنلاقي هنا كاي صاحب مارو بيقول لابي طيب انت استفدت ايه في الاخر؟ فبيقول له ابي بسببي انا دلوقتي بعد ما مارو كان كارهني قدر ان هو يرجع يمثل تاني ويرجع له الشغف علشان يقدر يتغلب عليا، ودي حاجه فرحتني جدا. وبنعرف ان الواد ده اصلا بيحب مارو جدا وطيب في الاخر ومش شرير، وكان عايزه يرجع يمثل تاني لان هو كان بيحب تمثيله وهو صغير علشان كده بقى ممثل زيه. وبعد كده يا جماعه بنروح لشيدا اللي بنعرف دلوقتي هي ليه رفضت مارو قدام الكل. وبنعرف ان هي رفضت مارو لان مارو رفضها لاول مره لما اعترفت له بحبها، فهي كانت عايزه تنتقم منه مع انها برضه بتحبه. بس انا مش عارف ليه تعمل كده، كنت قبلت حبه وخلاص، انت كده كده بتحبيه وعايزاه، فليه ترفضيه علشان تنتقمي منه؟ يا جماعه انا مش عارف الكاتب ده ناوي يعذبنا ولا ايه. المهم بنلاقي شيدا عماله تاكل في نفسها ومتعصبه جدا لان هي رفضته وهي في الحقيقه بتحبه فعايزه تكمل معاه، فمش عارفه هتحل المشكله دي ازاي. وفي الناحيه التانيه بنلاقي كاتي زعلانه جدا على الاخر، يعني بعد كل اللي عملته ده عشان تخلي
تخلي مارو يعترف لها بحبها، في الاخر رفضها واعترف لصديقة طفولته اللي كانت واقفة معاه. صاحبة كاتي كانت عمالة تواسي فيها، وفي الناحية التانية بنلاقي عمنا مارو عمال يصيح وراقد في الارض لانه خسر دلوقتي البنت اللي هي بتحبه وهو كان بيحبها بعد ما اعترف لصديقة طفولته. لكن المشكلة ان صديقة طفولته هي كمان رفضته مع انها بتحبه. فعمنا مارو عمال يقول ليه رفضتني، ليه شيدا رفضتني لاول مرة. فطبعا هو يستاهل لان هو رفض حب كاتي. بيروح بعد كده مارو البيت بتاعه، بينام وبيفضل طول الليل يحلم بكوابيس عن اللحظة اللي حصلت دي لما اعترف لها بحبه وهي رفضته قدام الكل، وبيصحى مزغوف وبيكون عمال يزعق في الوقت ده وبيقول انا هروح المدرسة ازاي وهوري الناس وشي ازاي بعد ما اترفضت بالشكل ده قدام الكل، الناس هتاكل وشي. وفي نفس الوقت ده بتكون شيدا صاحية ومتضايقة جدا ومش عارفة تنام، وبتقول في نفسها لو انت وافقت على حبي ليك من الاول يا مارو ما كنتش خليتني انتقم منك في الاخر، وانا دلوقتي بحبك ومش عارفة اعمل ايه. وبرضه في نفس الوقت بتكون كاتي صاحية ومش عارفة تنام هي كمان وعمالة تعيط، ومعاها دمية على شكل مارو لان باين عليها ان هي متعلقة فعلا بالواد ده بشكل مش طبيعي. بتقول في نفسها انت ليه بترفضني يا مارو بعد كل اللي عملته عشانك وبعد كل الحب اللي كان في قلبي ليك، ليه عملت فيا كده؟ وتاني يوم بيروحوا كلهم المدرسة وبيدخلوا عليهم كاي صاحب مارو، وبيبص على الثلاث اشخاص دولت بيلاقيهم كلهم مصدومين ومش قادرين يتكلموا. البنتين جالهم اكتئاب ومارو كمان جاله اكتئاب ومش عارفين يعملوا ايه دلوقتي. المهم في الوقت ده كاي كان قاعد جنب مارو بتجيله مكالمة مهمة جدا، فمارو بيقوله مين اللي بيرن عليك دلوقتي؟ فكاي قال له دي قناة تلفزيونية. فبيتصدم مارو بيقوله طيب عايزين منك ايه القناة دي؟ فبيصدمه وبيقوله بسبب المسخرة اللي حصلت امبارح، وبيوري له التليفون وبيقوله امبارح من ساعة ما انت طلعت على المسرح وبدأت تعترف بحبك وانت اترفضت انا كنت عمال اصورك ورفعت الفيديو ده على النت، فبسبب شهرتك وبسبب اللي حصل في الفيديو ده الفيديو جاب 1,000,000 مشاهدة في 3 ايام بس، وده معناه ان في 1,000,000 شخص شافك على اليوتيوب وانت بتترفض. فمارو قال له تبا لك يا ملعون يا ابن الملاعين، ايه اللي انت عملته فيا ده؟ انت ناوي تدمر حياتي اصلا؟ فكاي قال له ده انا شهرتك ورجعتك تاني للاضواء، كل القنوات دلوقتي في الدولة عمالين يتكلموا عنك. وبيقولوا الطفل الممثل المعجزة الصغير مارو اللي اختفى فجأة وهو صغير ظهر من جديد لأول مرة بعد سنوات طويلة وهو بيتعرض للرفض على المسرح من حبيبته. فبيتعصب مارو جدا من صاحبه وبيمسكه وينزل في ضرب ويديله على عينه. وهنا بتكون شيدا وكاتي عمالين يتفرجوا عليهم، طبعا كلهم مكتئبين مش عارفين يعملوا ايه. وفي اللحظة دي بنلاقي بنت صغيرة كده جت فجأة وطلعت تجري على مارو ونطت عليه وحضنته قدام الكل، ودي بتكون صدمة طبعا. والأكبر من كده كمان ان كل الفصل بيكونوا عارفينها وبيقولوا دي مومو البنت الأشهر حاليا او اشهر ممثلة في العالم كله، لدرجة طبعا ان شيدا وكاتي وقفوا على رجلهم كده من الصدمة. بنلاقي مومو بنظرات كده كلها حب بتقول لمارو وحشتني جدا يا مارو طول السنين اللي فاتت دي، فبيقول لها بابتسامة كده وانت كمان وحشتيني، وبيطبطب على راسها وبيقول لها ده انا اتفرجت على كل اعمالك الفترة اللي فاتت وعجبني ادائك جدا، انا مبسوط بيكي. وفي اللحظة دي طبعا مش محتاج اقول لك الصدمة اللي كانت في وش كاتي وشيدا لما بيشوفوا ان في بنت جديدة بتحبه هو كمان وكمان قريبة منه لدرجة ان هي حضنته وهو طبطب على دماغها، فبيقفوا وراه كده بكل رعب وبيقولوا له مين دي يا روح امك. فبنلاقي مامو بتقول لهم انتوا الاثنين اللي كنتوا في الفيديو لما اعترفتوا بحبكم ليه وهو اعترف برضه، بس خلاص بالنسبه لكم انا دلوقتي اللي هعوض مارو عن كل الحب اللي فات. وطبعا الواد ده مش محتاج اقول لك محظوظ قد ايه، الواد حرفيا الدنيا خربانه معاه، عماله تطلع له بنات من تحت الارض بيحبوه، وكمان البنات اللي هو بيحبهم بيحبوه برضه، بس طبعا اللي حصل خلاهم محرجين شويه من بعض. طبعا كاتي وشيدا لما بيلاقوا بنت جديده دخلت في مثلث الحب بتاعهم بالنسبه لهم بتكون مشكله، فبيحاول مارو يهديهم كلهم وبيقول لمومو ابعدي عني دلوقتي علشان انتي مشهوره وممكن حد يصورنا في الوضع ده ويطلع عليك اشاعه. فهي بتمسك دراعه وبتقرب منه وبتقول له يا ريت يحصل كده لان انت فعلا حبي الحقيقي واول شخص احبه في حياتي، فانا عايز اقرب منك دلوقتي خلاص. فكاتي وشيدا بيكونوا مصدومين ومتغاظين جدا من اللي بيحصل، والبنت بتكون شبطانه في دراعه. وبنلاقي كاي بياخد مارو وبيعزمه على بيتزا، ومارو في الاخر بيسامحه بعد الفيديو اللي نشره وفضحه في كل مكان. بس بعد كده بنرجع للمفاجآت والصدمات تاني لما بتروح كاتي فجأة قدام الفصل كله عند مارو وبتكون مكسوفة جدا منه وبتطلب منه قدام الكل ان هو يخرج معاها في موعد غرامي او يعني موعد حب. فطبعا كل الفصل بيكونوا مصدومين والواد نفسه بيبقى واقف مبلم قدامها ومش قادر يتكلم وبيكون مصدوم هو كمان مع انه هو اللي رفضها. وبعد ما كاتي بتطلب الكلام ده من مارو بتيجي صاحبتها وبتقول لها اتكلمي كويس انت مش قصدك كده خالص، وبتقول صاحبتها لمارو هي عايزاك بس تروح معاها البيت. فالواد بيقول لها كنت احسب حاجه تانية، يعني انت صعب بالنسبه لك ان انت تخرج معاها في موعد غرامي وسهل ان انت تروح لها البيت؟ انا مش عارف الدنيا ماشيه بالعكس معاكوا ليه. المهم بعدها مارو بيوافق وبيروح بعد كده البيت بتاعه. اول ما مارو بيوصل عند باب بيتهم بيلاقي الباب مفتوح،
فبيفتح ويدخل علشان يشوف مين اللي جوه. بيتصدم لما بيلاقي البنت مومو اللي حضنته الصبح واعترفت له ان هي بتحبه قدام كاتي وشيدا موجوده جوه عنده في البيت، وبتقول له اهلا بيك يا حبيبي، وبتكون لابسه لبس المطبخ كانها فعلا متجوزاه ومراته وعايشه في بيته. فمارو بيتصدم منها وبيقول لها ايه اللي انت بتعمليه في بيتي ودخلت البيت ازاي اصلا؟ فهي بترد عليه وبتقول له ده شكل القدر هو اللي خلاني اكون موجوده هنا، المفتاح بتاع البيت بتاعك وقع من السما وانا قدرت الاقيه، وده غالبا القدر اللي هيجمعنا فعلا وهنتجوز بعض. وبتاخد الواد جوه علشان تعمل له اكل وتوري له هي عامله له ايه النهارده. فالواد بيقعد بكل سهوله كده وبياكل وبيشكرها بعد كده على الاكل الجميل اللي هي عملته، وما شغلش دماغه هي دخلت ازاي ووصلت منين وايه اللي حصل، مش شاغل دماغه. المهم كال وظبط الدنيا وقعد مكانه. المهم بعد ما بيقعد مارو بيقول لها قولي لي انت جايه ليه بقى؟ فهي قالت له انا كنت جايه وعايزه اتكلم معاك شويه لوحدنا، وبتطلع له كارت وبتديهوله، وده بيكون كارت وكاله تمثيل. فبيعرف مارو على طول الوكاله من الكارت ده لما بيمسكه، بس بيلاقي ان المدير التنفيذي بتاع الوكاله دي اتغير، وبيكون اسم رئيس الوكاله هو شون. فقال لها هو مش المفروض العمه نينا كانت رئيسه الوكاله؟ فهي قالت له بس هي السنه اللي فاتت تعبت شويه ومرضت، فعلشان كده سلمت الرئاسه لابنها، وهو حاليا اللي بعتني دلوقتي علشان اقابلك علشان اقدر اقنعك تاني ترجع تمثل. ومش ده بس اللي هو عايزه، ده هو كمان عايز شيدا تيجي تمثل معاك لان هو شافها في الفيديو اللي اتنشر لك على الانترنت. فبتطلب منه ان هو يروح يقابل المدير في الوكاله ويقنع كمان كاتي ان هي تقابل المدير وتروح له الوكاله. بس بيقطع كلامهم في الوقت ده جرس الباب اللي بيرن، فبيروح مارو علشان يفتح وبيلاقي على الباب كان موجود اخوات شيدا الثلاثه اللي هم برضو بنات. فبيسالهم ايه اللي مخرجكم في نص الليل كده وجايين دلوقتي ليه؟ فهم بيقولوا له تعالى الحقنا دلوقتي حالا، ده شيدا فقدت الذاكره وباين حصل معاها مشكله. فهو بيتصدم وبيخاف وبيقول لهم يعني ايه اللي حصل لشيدا؟ فهم بيقولوا له كانت قاعده بتاكل معانا بشكل طبيعي مفيش اي مشكله، وفجاه لقيناها اتجننت وهي قاعده. وفي الوقت ده بتظهر قدامهم مومو، فاخوات ايشيدا بيتفاجئوا منها وبيقولوا له ايه البنت اللي انت جايبها معاك دي؟ هي علشان شيدا رفضتك تجيب بنت تانية جديده تلعب بيها في البيت؟ فهو قال لهم اهدوا شويه انتوا فاهمين غلط، دي مومو الممثله المشهوره. وبيعرف مارو في الوقت ده مومو على البنات اللي هم اخوات شيدا، وبتكون اختهم الكبيره هنا اللي هي ميدو، والتانية اسمها او، والتالتة اسمها اكاني. وبيقول مارو لمومو ان هم جيرانه من زمان وعايشين معاه من فتره طويله، فهم زي اخواته بالظبط. وبتخلص مقابلتهم مع بعض على كده، وهنا مومو بتكون خلصت مهمتها وبتمشي. وبيروح يقعد طبعا مارو مع اخوات شيدا علشان يعرف ايه المشكله اللي حصلت وازاي فقدت الذاكره. بتقول له ميدو انت ناوي تعمل ايه مع اختنا شيدا دلوقتي؟ وبنلاقي مارو في الوقت ده لسه مصدوم بسبب ان شيدا طبعا رفضته قدام الكل، فما بيكونش قادر يتخطى اللي حصل ده. وبنلاقي او بتتكلم وبتقول له ان شيدا ناويه تعدي عليه بكره الصبح علشان يروحوا مع بعض المدرسه، وده لانها عايزه تتكلم معاه في موضوع خاص جدا. وميدو بتقول له ما تتهربش منها نهائي. وبيكون واضح هنا ان شيدا حصلت لها مشاكل كبيره جدا في البيت، لان احنا كلنا عارفين ان هي كده كده بتحب مارو جدا، فمن بعد ما رفضته اتجنت ومش قادره تستحمل ان هي ما تتكلمش معاه، لان هو بيكون طبعا بيتجنبها طول الوقت لان هي رفضته، وهو بيكون مصدوم منها. فبسبب ان هو بعيد عنها هي اتعفرتت في البيت، فعلشان كده اخواتها راحوا له وقالوا له لازم تقابلها وتتكلم معاها وتمشي معاها. فطبعا مارو بيوافق على كلامهم وبيقرر ان هو يتخطى الصدمه اللي حصلت له بعد ما رفضته. ميدو بتقول لمارو قبل ما نمشي ما تتهربش من اختنا تاني، فبيقول لهم حاضر هقابلها بكره. وتاني يوم فعلا بيصحى علشان يروح المدرسه وبيلاقي شيدا واقفه قدام بيته، فبيسلم عليها وبيسالها انت ايه اخر حاجه فاكراها؟ طبعا اخواتها قالوا ان هي فقدت الذاكره، فهي قالت له قبل بدايه السنه الجديده لما اعترفت لك بحبي، ولما انا شفت الفيديو اللي انا رفضتك فيه موجود على النت انا اتصدمت ومش عارفه انا رفضتك ليه. وبيكون واضح فعلا طبعا ان دي غالبا جدا ان هي اشتغاله من شيدا اصلا علشان تقول له انا فقدت الذاكره ومش عارفه انا رفضتك ليه، علشان ترجع تاني ترجع العلاقه ما بينها وما بين شيدا وتعترف له بحبها تاني وهو يعترف لها بحبه كأن مفيش حاجه حصلت، فهي بتحور عليه. المهم شيدا بتعتذر جدا لمارو ان هي ردت عليه بالرد القاسي ده ورفضته، وبتقول له انا هعوضك على كل اللي فات، ولسه هتروح تمسك ايده طبعا علشان تقول له انا بحبك، فهو بيبعد عنها. فهي بتصدم منه وبتقول له انت اكيد لسه ما تخطيتش ان انا رفضتك، بس ممكن نفضل صحاب على الاقل. فبيقول لها ايوه اكيد مفيش مشكله. فهي بتقول له وانا هحاول ارجع تاني ثقتك فيا واخليك تحبني تاني علشان نبدا من جديد. فبيقول لها تمام وبيبتسم وبيقول لها مفيش اي مشكله. وفي الوقت ده برضه بنلاقي كاتي وصلت بالعربيه بتاعتها علشان توصل مارو، لان الصحافه هتكون مستنياه قدام المدرسه ومش بيقدر يدخل المدرسه من كتر الناس اللي مستنياه وعايزين يتقابلوا معاه. شيدا طبعا بتركب معاهم غصبا عنهم وبتكون متعصبه جدا ان هي اللي بتوصله للمدرسه. المهم مارو وهو راكب مع كاتي العربيه بيحكي لها على موضوع فقدان الذاكره بتاع شيدا، فهي بتقرب من ودانه كده وبتقول له انا حاسه ان شيدا بتحور عليك وبتكذب يعني في الاخر. فهو بيقول لها طيب ايه اللي بيخليكي تفكري في كده؟ فهي بتقول له مفيش حاجه مميزه بس انا احساسي بيقول لي كده. فهو بيقول لها خلاص
انا عندي دلوقتي فكره علشان اعرف هي فعلا بتكذب عليا ولا لا. وبيروح يعزم شيدا على اكله مميزه واللي هي بتكون اخطبوط، وده لانه بيفتكر انه وهو صغير مع شيدا هي كانت بتعاني من صدمه كبيره جدا لما كلت اخطبوط وهي صغيره، فلو هي فاقده الذاكره فعلا هتاكله ومش هتخاف لان هي المفروض نسيت الموقف اللي حصل لها وهي صغيره. وبالفعل بيروح مارو علشان ياكل شيدا الاخطبوط ده وبتاكله من غير اي مشكله، فبيتاكد فعلا ان هي فقدت الذاكره حقيقي. وبعد كده بيقرر مارو ان هو يديها كارت وكالة التمثيل اللي رئيسها خلى البنت مومو تروح بيت مارو علشان تدعيه هو وشيدا يرجعوا يمثلوا تاني من بعد ما شاف الفيديو بتاعهم وهما بيعترفوا لبعض بالحب وبيرفضوا بعض كمان. بيقول مارو لشيدا ان دي فرصه كبيره جدا ليكي، مدير وكالة التمثيل دي شافك في الفيديو واعجب بيكي جدا وبادائك فعايزك تمثلي عنده. فهي بتساله انت ناوي ترجع تمثل تاني؟ فهو بيقول لها هو دعاني انا وانتي وانا لسه محتار ارجع ولا لا، بس انا هروح واشوف اللي هيحصل. وبيسال مارو شيدا لو هي عايزاه فعلا يرجع يمثل تاني ولا لا، فهي بتقول له في الحقيقه انا عايزاك ترجع تاني لان انت موهوب جدا وحرام الموهبه دي تروح على الفاضي. فهو بيقول لها الحقيقه انا استمتعت جدا لما رجعت مثلت تاني في المسرحيه الاخيره. فهي بتحضنه في الوقت ده وبتقرب منه وبتقول له خلاص وانا كمان هاجي معاك الوكاله. فهو طبعا وشه احمر وكان خجلان جدا منها وقال لها هو انت كمان مهتم بالتمثيل؟ فهي قالت له الصراحه لا، بس انا عايز ادعمك دايما واكون معاك في كل اختياراتك. بس في الوقت ده بتدخل عليهم كاتي وكاي فجاه، اللي كانت طبعا كاتي عماله تراقبه وبتتصنت عليه، وطبعا كانت شيدا حضناه. بتكون كاتي طبعا متضايقه في الوقت ده بس بتحاول تدعم مارو هو كمان وبتقول له انا معاك دايما وعايزاك ترجع تمثل. وكاي صاحبه ما بيكونش موافق على الفكره دي، فمارو بيقول له ايه اللي مخليك ترفض ان انا ارجع امثل تاني؟ فكاي بيقول له لو انت رجعت تاني لشغله التمثيل فانت غالبا هتنشغل ومش هتقدر تركز في الدراسه تاني. انا عندي فكره افضل من ان انت ترجع تمثل تاني، ايه رايك نفتح قناه يوتيوب وترجع تمثل تاني ونعمل سكتشات صغيره؟ وبيقول لكاتي ان انت اللي هتكتبي سكريبتات الفيديوهات اللي هنعملها وهتكون قصص قصيره هنمثلها. فالفكره دي بتعجب مارو وكاتي جدا، بس بيقول مارو هروح لمقابله الوكاله دي واشوف العرض بتاعهم الاول وبعد ما اشوفهم هقرر هختار ايه في الاخر. فكاي بيوافق وبيقول له مفيش مشكله بس انا هروح معاك. وبنلاقي كاتي بتقول له وانا كمان هاجي معاك لان هي برضو جالها عرض من نفس الوكاله. وبالفعل الاصحاب كلهم والاحباب بيتجمعوا مع بعض علشان يروحوا الوكاله. بيقابل طبعا مارو والاصحاب شون رئيس الوكاله، وشون بيساله هترجع تاني للتمثيل ولا انت ناوي على ايه؟ فمارو طبعا بيكون مبتسم كده وبيقول له انا ناوي ارجع بس انا لسه محتار شويه بسبب الدراسه واني ما عنديش وقت لحد دلوقتي. فشون بيقول له دراسه اللي انت بتتكلم عليها، انت لو مثلت وبقيت بطل هتغتني جدا ومش هتحتاج الدراسه تاني. وبيروح يسال بعد كده شيدا وبيقول لها وانت ناويه برضه ولا لا؟ فهي بتقول له في الحقيقه انا ناويه ان انا ارفض العرض بتاعك. فهو بيقرر ان هو يغريهم الاتنين بالفلوس، وبيقول لشيدا انت هتاخدي 100 مليون ين في اول 3 سنين هتمثلي فيهم معايا، ده عرض افتتاحي كده. وبيقول له مارو هتاخد انت كمان مني 300 مليون ين في اول 3 سنين، ده برضه عرض افتتاحي. فالاتنين بيتصدموا جدا طبعا من كميه الفلوس اللي هياخدوها وهيختنوا قد ايه من التمثيل، مش هيحتاجوا طبعا فلوس تاني بعد كده. مارو طبعا بيفكر في الوقت ده في شويه حاجات كده منحرفه علشان يعملها بالفلوس، وبتكون كاتي متعصبه منه جدا في الوقت ده وبتبص له نظرات مرعبه. في الوقت ده شون بيقول لمارو في منتج عايزك تظهر في اعلان خاص بيه، عايزك تستناه لحد ما يجي وتسلم عليه وتشوف العرض بتاعه. وبيقول لشيدا وانت كمان هتظهري معاه في نفس الاعلان. فهي بتقول له انا اسفه جدا بس انا ولسه هتكمل كلامها وتقول مش موافقه. فهو قال لها اسفه على ايه؟ دول 100 مليون ين، يعني عرض حرفيا هيخليكي تغتني وتعيشي ملكه. فهي بتتعصب منه وبتقول انا مش عايزه اي حاجه منك ومش عايزه فلوس. وبيكون واضح على الرئيس ده طبعا ان هو عمال يستغلهم ويتكلم معاهم بدونيه شويه، يعني بيقلل منهم في الكلام وبيعملهم كانهم فلوس. وبيرد على شيدا رد مش كويس وبيغلط فيها قدام الكل. فبيقوم مارو يمسك ازازه النبيذ اللي كان بيشربها وبيدلوها على دماغه وبيهينه اهانه خطيره، وبيقول له اياك تغلط في صديقة طفولتي. وطبعا شون هنا بيتعصب جدا عليه وبيقول له انت اكيد شخص زباله وده لانك جاي مع شويه الحساله دول. فبيتعصب صاحبه كاي جدا منه وبيمسكه علشان يضربه وبيقول له احنا هنوريك دلوقتي احنا هنقدر نعمل فيك ايه. وبيكون متعصب جدا ولسه هيضربه بس مارو بيمسكه وبيمنعه في اخر لحظه. مارو بيقول له اهدى ما تعملش اي حاجه خطيره علشان ما نروحش في داهيه. وبنلاقي شون في الوقت ده بيرن على السكرتيره بتاعته بيقول لها كلمي الشرطه حالا، بس السكرتيره بتقول له على حاجه خطيره جدا في التليفون. فبيقول لها انا جاي حالا وبينسى الموقف اصلا. وبيقول لمجموعه الشباب قبل ما يمشي خليكم هنا محبوسين لحد ما ارجع. وبعد ما بيمشي شون من المكان بيتفق مارو مع اصحابه والبنات ان هم هيمثلوا اول ما الشرطه تيجي وهيشهدوا كلهم ان ما حصلش اي حاجه من الموقف اللي حصل ده. وفي الوقت ده بيرجع شون ومعاه المنتج اللي كان عايزهم في اعلان، والصدمه ان المنتج ده كان اصلا ابو كاتي اللي هي جايه معاهم وهو هانهم. كاتي بتتصدم وبتقول لابوها يا بابا انت صاحب الاعلان اللي انت طلبتهم؟ فهو بيقول لها ايوه، ايه اللي انت بتعمليه بقى مع الشله دي؟ فهي بتحكي له على
على كل اللي حصل دلوقتي، وبيكون شون الحقير اللي هو رئيس الوكاله اللي حصلت معاه المشكله رافض يعتذر لهم هو كمان، ورافض حتى يعتذر لابو كاتي. فبتظهر مومو في الوقت ده وبتقول لهم انا عندي حل، هنعمل مسابقه تجاريه، لو انت فزت مارو وشيدا هيمثلوا في الاعلان اللي انت عايزهم فيه، بس لو مارو فاز انت مش هتبلغ الشرطه ومش هتقول لهم على اي حاجه من اللي حصل. فشون ومارو بيوافقوا على الفكره دي والتحدي ده. بتقول لهم مومو على قواعد المسابقه اللي هتبدا دي، بتقول لهم الاعلان هيتصور مرتين، الاول هتكون في استديو الوكاله، والمره الثانيه هيكون مارو وشلته هم اللي هيصوروه بنفسهم، والنسختين بعد ما يتصوروا هينزلوا في نفس الوقت، والجمهور هو اللي هيصوت انهي نسخه هتفوز من الاعلان. والمسابقه هتبدا بعد اسبوع من دلوقتي والتصوير، وبعد كده التصويت هيقعد 3 ايام لحد ما يشوفوا القرار النهائي ومين هيفوز. وطبعا ابو كاتي هيساعد شله مارو باللي هيحتاجوه من معدات تصوير وغيره علشان المسابقه تكون متكافئه، مش وكاله كبيره قصاد شويه شباب صغيرين. فالكل فعلا بيوافق على القواعد دي. وتاني يوم بتتجمع الشله بتاعت مارو علشان يفكروا هيعملوا الاعلان ازاي وتفاصيله هتكون عامله ايه. وطبعا الاعلان بيكون عن مشروب طاقه خاص بالشباب. وبعد كده بنشوف مومو كانت قاعده لوحدها في البيت وبتتفرج على اللابتوب بتاعها، وبتكون قاعده بتتفرج على الاعلان بتاع مارو وشلته اللي عملوه، وبتيجي اختها ايري وتقعد تتفرج معاها هي كمان. ولما بتقعد تتفرج على الاعلان معاها بيعجبها فعلا، بس مومو ما بيكونش عاجبها الاعلان بشكل كامل، وبتحس ان في حاجه ناقصه، لان مارو وشلته كانوا مركزين على المنتج بشكل قليل جدا واللي هو الفكره الاساسيه، وده بيكون غلط. بس في الوقت ده بيرن عليها مارو على طول وبيقول لها ان لسه في تكمله للاعلان بتاعهم، وبيقول لها ان هو مستحيل يخسر مهما حصل. وبالفعل بتنزل بعد كده تكمله الاعلان بتاع مارو واصحابه، واول ما مومو بتشوفها بتتغير وجهه نظرها وبتبدا تعيط، وبتكون مصدومه جدا منهم من النتيجه اللي حصلت، والاعلان فعلا بيكون خطير. ولما بينزل الاعلانين في التصويت بنلاقي ان اعلان مارو فعلا هو واصحابه بيحصل على اكتر من ضعف عدد الاصوات، يعني نجح هو واصحابه في انهم يغلبوا الوكاله باكتساح، وقدروا ينقذوا نفسهم من الشرطه ومن الوكاله دي، وبيقعدوا مع بعض كلهم وبيحتفلوا وبيكونوا مبسوطين جدا. وبيقرروا بعد كده الاصحاب ان هم يفتحوا قناه اليوتيوب اللي اتفقوا عليها اللي هي فكره كاي، وبنلاقي ابو كاتي بيتفق مع كاي على انه هيكون الراعي الرسمي لقناه اليوتيوب اللي هيفتحوها. وبعد ما بيخلصوا كل حاجه بنكتشف معلومه صادمه جدا جدا في الوقت ده، وبنعرف ان كاي اصلا كان ابن شون اللي هم راحوا قابلوه وكان عايز يبلغ عليهم الشرطه. وكاي عمل قناه اليوتيوب دي اصلا وفتح قناه اليوتيوب مع اصحابه الممثلين علشان ينتقم من ابوه، ودي بتكون حاجه فعلا صادمه بالنسبه لنا. ده هو مسك ابوه كان هيضربه لما استهزأ باصحابه، وشكل القصه فيها خبايا والموضوع فعلا اكبر مما نتوقع. وبنروح بعد كده لتاني يوم لما بنلاقي في الصبح كده مومو بتنتقل هي كمان للمدرسه بتاعت مارو علشان تكون جنبه دايما وتكمل مثلث الحب بتاعه. وطبعا كادي وشيدا بيكونوا متضايقين جدا وعايزين يمسكوا مارو يطلعوا عينه، ومارو طبعا ما بيكونش عارف يعمل لهم ايه بالظبط، كلهم بيحبوه وكلهم عايزينه وهو مش عارف يتصرف ازاي. وبعد كده بيروح فعلا مارو علشان يمشي من المدرسه مع شيدا، وشيدا بتعترف له وبتضحك عليه وبتقول له ان هي كانت بتكذب عليه اصلا لما قالت له ان هي فقدت الذاكره وهي كانت بتهزر معاه. فهو بيتصدم منها وبيقع على ركبته كده وبيقول لها انا مش عارف اعمل معاكي ايه، وبيقعد يزعق وبيقول لها انا ازاي هثق فيكي بعد كده في اي حاجه هتقوليها لي. فهي بتضحك عليه وبتقول له لعيب منك، انت اللي بيضحك عليك على طول. فهو بيكتئب حبتين وبعد كده بيسالها عن السبب اللي خلاها تكذب عليه، فهي بترفض تجاوب وبتقول له اعرف بنفسك. وطبعا احنا كده عارفين الموضوع متوقع ان هي كذبت عليه علشان تقرب منه بعد ما كان بيتجنبها لما هي رفضته، وهي كده بتحبه بس كانت عايزه تنتقم منه فعايزه ترجع له تاني، هو لسه ما فهمش ليه. فمارو قال لها عموما انت قلبك اسود ومش سهله خالص. فهي بتقول له كرر الكلمه دي تاني وانا هطلع عينك. فهو كرر الكلمه تاني وهي بتتعصب منه وبتقوم ضربه بالشنطه بتاعتها، وهو بيقع على الارض وبيمسك بطنه. وبعد كده بيروح على البيت وبيقعد على السرير وبيكون مصدوم عمال يمسك دماغه وعمال ياكل في نفسه عايز يعرف هي ليه كدبت عليه. فبتظهر له النسخه الخيره منه وبتقول له كدبت عليك علشان علاقتكم ترجع زي الاول وترجع لك تاني وما تتجنبهاش لان هي بتحبك طبعا. فبتقوم النسخه الشريره منه وبتقول له انت نسيت لما هي رفضتك، دي اكيد بتكرهك. فبيقول لمارو للنسخه الشريره بتاعته انت اقنعتني، لو هي بتحبني فعلا كانت اعترفت لي ان هي بتحبني واعتذرت مني ان هي رفضتني، مش كدبت عليا وتقول لي ان ذاكرتها اختفت او نسيتها يعني. وفي الناحيه التانيه شيدا كانت عماله تخبط كده برجلها على السرير وبتقول الغبي ما فهمش ان انا لحد دلوقتي كدبت عليه علشان ارجع له تاني وان انا بحبه، وبتكون متضايقه طبعا منه وانه مش قادر يفهم لحد دلوقتي ان هي فعلا بتحبه. وفي الناحيه التانيه بنلاقي كاتي برضه لسه صاحيه على السرير وبتكون عايزه برضه تكسب مارو وتخليه يحبها زي ما هي بتحبه. فبتتصل بصاحب
مارو اللي هو كاي، وبتتفق معاه على حاجه مهمه بس احنا ما بنسمعش ايه الحاجه دي ومش هنعرفها دلوقتي. وبتكون برضو معاها الدميه اللي على شكل مارو حبيبها اللي هي بتحبها ونايمه معاها طول الوقت وحضناها، وبنعرف ان هي بتحبه بجنون فعلا. وتاني يوم بيتجمعوا الشله كلهم مع كاي. بيبدا كاي يشرح لهم قواعد قناه اليوتيوب اللي هيفتحوها مع بعض. بيقول لهم القناه هتتقسم لاعضاء رئيسيين واعضاء فرعيين، والاعضاء الرئيسيين طبعا هيكونوا انا ومارو وكاتي وشيدا ومومو، اما العضو الفرعي هتكون عضو واحد بس اللي هي صديقته رينا واللي غالبا هتصورهم. بيقول لهم الاعضاء الرئيسيين من حقهم ان هم يقترحوا افكار للقناه ويقترحوا مشاريع جديده هننفذها في القناه دي، وهنصوت عليها وهنشوف هنوافق عليها ولا لا كلنا. ولو الاعضاء فعلا كلهم ما وافقوش على مشروع معين كلهم مش هينفذوه، يعني لازم المشروع كلهم يكونوا موافقين عليه تماما علشان يمثلوه مع بعض، وده طبعا لاجل النجاح. وبيقول لهم اضافه اي عضو جديد للمجموعه بتاعتنا لازم كلنا نصوت عليه. وبيقترح كاي اول فيديو هيصوروه فعلا وفكرته الرئيسيه، وانهم هيصوروا فيديو كليب خاص، والفيديو كليب ده هيشارك فيه الاعضاء البنات فقط، وده لاجل جذب المشاهد، وهيكون البنات كلهم لابسين مايوهات في الفيديو ده. وطبعا الواد بدأ قناه اليوتيوب بالنجاح، طبعا عايز يجذب المشاهدين من اول فيديو. طبعا مارو بيوافق على الفكره دي اكيد لانه عايز يشوفهم كلهم بالمايوهات بتاعتهم، لكن بتقطعهم طبعا شيدا ومورو بيرفضوا الفكره المنحرفه دي تماما، مش هيعملوها ابدا. وكاتي هي كمان بترفض تماما الموضوع ده وبتقول لهم مستحيل. فبيضطر كاي ان هو يلغي فكره اول فيديو والمايوهات اللي هيلبسوها دي تماما، خلاص مش هينفع طالما رفضوا. لكن المشكله ان كلهم بعد كده بيوافقوا على الفكره دي لما ما يلاقوش حاجه تاني. بيقول لهم كاي بعد كده ان هم محتاجين مساعدين حاليا، فبتقترح عليه كاتي على طول صاحبتها ميكو اللي هي معاها دايما. فكاي بيوافق وبيقول مفيش مشكله، فبتتصل كاتي بميكو علشان تقول لها ان هي تنضم ليهم، بس ميكو على طول بترفض، وبتكون دي مشكله بالنسبه لهم لان هم فعلا محتاجين مساعدين. بس شيدا بتقترح عليهم وبتقول لهم انا عندي 3 اخوات بنات، ايه رايكم لو اطلبهم ان هم يساعدونا؟ فكاي بيقول لها مفيش مشكله. فشيدا بتقول له طيب قبل ما اقول لهم هيسكنوا فين في فتره تصوير الفيديو كليب اللي احنا ناويين نصوره ده؟ فهو بيقول لها ان هم هيسكنوا في مدينه اوكيناوا وهيكونوا موجودين في الفيلا بتاعت ابو كاتي. فبتتصدم طبعا شيدا جدا منه لما بتعرف ان كاتي هي اللي كانت ورا الموضوع ده كله، فبتقول لها بقى انت اللي ورا الموضوع ده كله؟ وبتكون طبعا عارفه هي عايزه تعمل كده ليه. بتقول لها انت اللي ورا الموضوع ده كله، وكمان كنت رافضه الفكره الاولانيه ان احنا نلبس المايوهات علشان تبان ان انت شريفه فينا وبعد كده وافقتي. فكاتي طبعا بتنكر كل الكلام ده، بس هي باين طبعا ان هي اللي عامله ده كله، وبتقول لها ان مفيش اي اتفاق ما بيني وما بين كاي ابدا. وبيكون مارو طبعا مغفل لحد كبير وبيكون واقف في صف كاتي، وبيقول لشيدا هي مستحيل تفكر في كل ده في الوقت ده يعني. فبتتعصب شيدا عليه وبتقول له يعني انت برضه بتصدقها هي وبتكدبني انا؟ فبيقول لها ايوه على الاقل هي ما بتكدبش عليا، واخده بالك انت دايما. وطبعا بنكون عارفين هو ليه مش عايز يصدقها على طول، لان هي كدبت عليه لما قالت له ان هي فقدت الذاكره. وبيكون كاي في الوقت ده واقف كده بيفكر مع نفسه، مش عارفين هو بيفكر في ايه. وبنعرف بعد كده حقيقه صادمه جدا جدا اكتر من حقيقه ابوه، لما عرفنا ان ابوه كان رئيس الوكاله اللي كان عايزهم يمثلوا، وهو دلوقتي عمل قناه اليوتيوب علشان ينتقم منه. بنعرف ان رينا اللي هو بيقول ان هي صاحبته اللي هي معاه في الفريق هي في الحقيقه اخته بس بتكون من ام تانية. فبيكون كاي حرفيا شخصيه وراها مفاجآت خطيره جدا في الانمي ده. وبعد كده كاتي بترجع تاني ترن على كاي وبتقول له ان الخطه بتاعتنا مشيت مظبوط زي ما خططنا بالظبط. فهو بيقول لها اي خدمه انا ساعدتك اهو، بس قولي لي دلوقتي انت ناويه تعملي ايه مع مارو؟ فهي بتقول له انا ناويه اوقعه في حبي بس بطريقتي الخاصه. نعرف ان البنت دي فعلا خططها خبيثه جدا. فبيقول لها خلاص مفيش مشكله، انا هقعد اراقب واشوف اللي هيحصل وهعرف في الاخر انت هتقدري تعملي ايه. وبعد كام يوم بتستعد الشله كلها علشان يسافروا لمدينه اوكيناوا، وبيروحوا قبل كده للسوبر ماركت علشان يشتروا شويه حاجات يطبخوها هناك لما يوصلوا. وفي الوقت ده بنلاقي مومو بتغيظ كاتي لان هي بتعرف تطبخ كويس في البيت. فبتتعصب جدا كاتي وبتحاول تثبت نفسها هي كمان قدام مارو اللي بتحبه، وبتقول لها وماله تعالي ادخلي معايا في منافسه طبخ. وبتيجي ايري اللي هي هتنضم معاهم في الرحله دي هي كمان، وبتقول لهم بما انكم هتبداوا مسابقه دلوقتي فاحنا لازم نتفق دلوقتي على الاكله اللي هتعملوها. وبتختار لهم اكله شعبيه غريبه جدا ما بنعرفش اسمها حتى. وبتكون كاتي طبعا زعلانه في الوقت ده لان هي كانت عايزه تعمل فراخ مقليه لانها بتكون سهله عليها. وبعد ما بيشتروا الحاجات المطلوبه منهم من السوبر ماركت بيروحوا على اوكيناوا على طول، وبيوصلوا عند الفيلا بتاع ابو كاتي. فمره اول ما بيشوفها بيكون مصدوم منها ومن شكلها ومن جمالها طبعا. فرينا بتقول له انت شكلك فلاح واول مره تيجي للمدينه ولا ايه؟ فهو بيقول لها انت قصدك ايه يعني؟ وبيتضايق منها. فهي بتقول له قصدي انك فلاح. فهو بيقول لها ده انا هطلع عينك وهعمل منك بطاطس محمره، وبيمسكها فعلا وبيبدا يضرب فيها. وبعد كده كاتي بتاخدهم لجوه الفيلا بتاعتها علشان تشرح لهم هيبداوا يسكنوا فين، كل واحد هيبات فين يعني. بتقول لهم ان كاي ومارو اللي هم الشباب في اوضه واحده، ومومو واختها ايري هي كمان هيكونوا في اوضه، وشيدا واخواتها الثلاثه هيتقسموا على اوضتين اول ما يوصلوا بس هم لسه ما جوش. واخيرا رينا وكاتي هيكونوا في اوضه برضه. وبعد كده بيطلعوا له الدور العلوي في الفيلا دي، وده بيكون مكان دور حمام السباحه. فكاي بيتحمس جدا معاهم وبيقول لها هو احنا عادي ننط في حمام السباحه دلوقتي؟ فهي
فهي بتقول له اكيد، وكانت عماله تلعب في وش مارو في الوقت ده. فعلى طول كاي بيقول له ازيك يا صاحبي عامل ايه، وبيقوم مره واحده بشكل مفاجئ رامي مارو في حمام السباحه على طول من فوق. وبعد كده بنلاقي البنات اتحمست هم كمان ولبسوا مايوهات السباحه بتاعتهم ونزلوا برضه حمام السباحه، مع انهم كانوا رافضين اصلا فكره تصوير الفيديو وهم لابسين المايوهات، لكن دلوقتي عادي، اهم حاجه ده يوم شاطئ واستمتع. فطبعا عمنا مارو من اشكالهم مبهور والدنيا معاه تمام وخربانه يعني. كلهم بيقعدوا يلعبوا وفعلا بيكونوا بيصوروا كليبات صغيره، بس فجاه بتوصل لمارو رساله في الوقت ده، وبتكون الرساله جايه له من كاتي وبتقول له لو انت عايز تشوفني بالمايو لوحدك تعالى قابلني دلوقتي. وطبعا مارو ما بيصدق ان هو هيشوف كاتي بالمايو، فالواد بيطلع يجري وهو مبسوط على الاخر. وفعلا اول ما بيشوف كاتي بيكون مصدوم من جمالها، وكاتي طبعا بتكون عماله تجر ناعم معاه وعماله تتكلم معاه بحنيه وعماله تتلزق فيه وتقرب منه علشان توقعه في حبها في الوقت ده بجسمها، وكانت خلاص قربت توقعه على الاخر ولسه هتخليه يقرب منها ويبوسها وتبوسه. بس فجاه بيقطع الموقف ده رنة تليفونه، فلما بيرد بتطلع مومو هي اللي بترن عليه وقطعت اللحظه الجميله دي. فهي بتقول له بقى انت سايبنا علشان تروح تقعد مع كاتي على جنب، انا شفت كل حاجه وكنت عارفه انت بتعملوا ايه، وكمان صورناكم فيديو. وبكده مارو يكون اتفضح فعلا، فمارو بيتصدم وبيحاول يهرب من المكان كله، بس هي بتكون طالعه تجري وراه وبتمسكه وبتبدا تتلزق فيه هي كمان. وبعد كده بيروحوا يطلعوا فوق، وبتقعد مومو عماله تتدرب على الرقصه اللي هيرقصوها في الفيديو كليب بتاعهم اللي هيصوروه. كاي بيكون مبهور جدا جدا من ادائها وبيقول فعلا هي ممثله جامده. وبتطلع كاتي تتدرب هي كمان وبيكون ادائها كويس فعلا، بس بتكون متوتره شويه ومش قادره تعمل كل حاجه صح. فبيقول لها مره انا هوريكي دلوقتي الرقص ازاي، وبيطلع علشان يرقص هو شخصنا، وبيطلع فعلا الواد مستقبله جدا جدا باهر في الحاجات دي، والواد فعلا يعني خربانه عمال يهز احسن من البنات نفسهم اللي كانوا بيهزوا قدامهم. وبيكون طبعا خلاص قرب يتحول لبت في الموقف ده. فرينا بتبص عليه وبتقول له ده انت غلبتنا يا اخي. فبتدخل عليه مومو في الوقت ده وبتقول له ايه الحلاوه اللي انت عمال تعملها دي يا مارو، مع ان الامر ده حرفيا مقزز بما انك ولد وبترقص رقص بنات، وكنت هتخليني اجيب اللي في بطني بس انت طلعت حلو. فهو قال لها يعني انت بتهنيني دلوقتي ولا بتمدحيني؟ فهي قالت له الاتنين مع بعض. وبعد كده مومو بتبدا تعمل لهم الاكل اللي هم كانوا متفقين ان هم هيعملوه في تحدي. وكاتي اللي المفروض كانت تعمل الاكله معاهم كانت قاعده على البحر لوحدها وكانت عماله تعيط وكانت مكتئبه وعماله تصيح مع نفسها وبتقول انا هعمل الاكله دي ازاي دلوقتي. وبعدين ايه الاكله اللي كانوا بيتكلموا عليها دي اصلا اللي هي كان اسمها القدر الساخن، فهي كمان ما بتكونش عارفه ايه الاكله دي واحنا كمان مش عارفينها. وفي الوقت ده طبعا بيجي لها مارو علشان يخفف عليها، بيقول لها مارو انا سمعتك انت كنت بتقولي ايه، بطلي بقى زعل واعملي الاكله اللي انت عايزه تعمليها لي، انا هاكل اي حاجه من ايدك. فهي بتقول له بس دي مسابقه طبخ احنا اتفقنا عليها. فهو قال لها ما تشغليش بالك، بلا مسابقه بلا غيره، اي حاجه هتعملها ايدك اكيد هتكون حلوه. فكاتي بتبص له كده بكل حب وعينها خلاص بتنور وبتقول له انا هعمل لك الاكله اللي انت بتحبها، هعمل لك فراخ مقليه. فهو بيقول لها ايوه كده هو ده الاكل اللي انا عايزه. وفي الوقت ده بتوصل شيدا واخواتها. طبعا شيدا اكيد بعد ما حصل المواقف دي وقدرت كاتي ان هي تستفرد بمارو لوحديها، شيدا مش هتسيبه في حاله ولا هتسيبها هي كمان في حالها، يعني مش عشان هي بتحبه فشيدا برضه بتحبه. المهم تاني يوم بياخد شيدا واخواتها وبيعرفهم المطلوب منهم وهيعملوا ايه بالظبط، وبيقول لها ان انت هتتدربي على الرقص وبعد كده انت وكاتي ومومو هتعملوا بروفا كامله مع بعض. وبالفعل بيتدربوا وبعد كده بيعملوا البروفا بتاعتهم وبيكون ادائهم كويس جدا جدا، حتى كاتي اللي كانت متوتره ادائها اتحسن بعد ما اتشجعت. وبعد كده بيروحوا كلهم على الشاطئ علشان يخرجوا ويظبطوا حالهم شويه ويرفهوا يعني عن نفسيتهم. وطبعا مش محتاج اقول لك كلهم بالمايوهات والدنيا خربانه معاهم والصيف حلو والدنيا تمام. وبنلاقي مارو طبعا مبسوط من المنظر، فبتروح شيدا تمسكه من ودانه وبتشده وبتقول له تعالى معايا، وبتاخده كده في مكان لوحدهم وبتقول له انا من ساعه ما جيت حساك ان انت عمال تتجنبني، انا عملت لك حاجه ولا ايه؟ فهو بيقول لها انا زعلان منك ومتضايق لان انت لحد دلوقتي مش عايزه تعتذري لي لما كدبتي عليا وقلتي لي ان انت فقدت الذاكره. فهي بتقول له خلاص بقى كفايه كلام في الموضوع ده، فكك من كل حاجه، انا هثبت لك دلوقتي ان انا بحبك وهفضل اقول لك بحبك بحبك لحد ما توافق. فبتاخده على جنب كده وبتستفرد بيه فعلا، والواد طبعا بيحس بالخجل وما بيكونش عارف يعمل معاها ايه، وبيكون خلاص البت جابت اخرها معاه وخلاص قررت ان هي تعترف له بشكل كامل وتقول له انا رفضتك علشان انتقم منك بس خلاص اللي فات مات، انا بحبك دلوقتي وعايز اكمل معاك. وبالفعل بتروق عليه وما بتسيبوش طول اليوم ده. مارو كان بيسبح وبيطلع من تحت الميه وهي بتطلع من تحتيه وبتقول له بحبك قدام الكل، وفي كل مكان كانت دايره وراه وبتقول له بحبك قدام الكل. فكارو طبعا بيكون خجلان منها ووشه عمال يحمر ومش عارف يعمل منها ايه. وفعلا شيدا ما بتكونش سايباه في حاله، في اي مكان بيروح فيه بتروح عنده وتقرب منه وتقول له بحبك. وفعلا مارو جاب اخره من الموضوع ده وبيروح يخبط دماغه في تمثال لونه احمر كده وبيقول يا رب ابعدها عني، دي حرفيا مش عايزه تبطل عماله تقول لي بحبك من الصبح، عايزها تبعد عني شويه. وبعد كده بيجهزوا المسرح بتاعهم اللي هيعملوا عليه الفيديو كليب اللي هيصوروه على البحر، وبتقترح اكان ان هم يحطوا السبيكر بشكل معين هيكون افضل يعني. فبتعجب كاي الفكره وبيوافق على طول. وبيجي الليل بعد كده في اليوم ده وبنلاقي ان كاتي كانت قاعده بتتدرب لوحدها وبيشوفها
مارو وهي بتتدرب مع انها كانت مصابه في رجلها في الوقت ده، فبيفضل يراقبها ويشوف هي بتعمل ايه. وفجاه بيجي لها اتصال من ميكو وبتكلمها كاتي وبتقول لها في التليفون ان هي قاعده بتتدرب لوحدها في وقت متاخر من الليل، علشان هي لحد دلوقتي اقل واحده في الفرقه، يعني لسه ما اتقنتش الرقص بشكل كامل. فبتقول لها ميكو في التليفون طيب انت ليه ما طلبتيش المساعده من مارو؟ فبتقول لها كاتي وهي مبتسمه بكل حب وبتقول لها علشان انا مش عايزه اعتمد عليه بشكل كامل ودايما، انا عايزه ابين له ان انا اتحسنت وبقيت افضل في نظره وماشي على خطاه على طول علشان اتحسن. فبيتاثر مارو على طول من كلامها وهي بتقوله، وبيرجع فعلا يحن لها زي ما كان بيحبها في اول الاحداث لما كان هو عايز يعترف لها بحبه وبعد كده رفضها في الاخر بعد ما كان بيحبها فعلا. فبيرجع الحب ده تاني لانها كانت حبه الاول وده اكيد. وتاني يوم بيكونوا جهزوا كل حاجه علشان يصوروا الفيديو كليب، وبيطلع البنات الثلاثه كاتي ومومو وشيدا ويغنوا وبيبداوا يرقصوا زي ما اتدربوا بالظبط. وبيكون الفيديو كليب اللي هم بيصوروه فعلا جامد. وبعد ما بيخلصوا التصوير وبتنتهي كل حاجه وبتنزل كاتي من على السلم، وكلنا عارفين ان رجليها كانت مصابه، فاول ما بتحمل على رجليها اللي وجعاها على طول بتقع وكانت هتتكفي على وشها. بس في اخر لحظه بيطلع يجري عليها مارو وبيقدر ينقذها، لكن للاسف بيتكسر دراعه في الوقت ده. وبعد كده بياخدوه ويودوه المستشفى وبيجبسوا له دراعه. فبيقول له ابو كاتي في الوقت ده وهو مروحه ان بنته اللي هي كاتي هتتولى مسؤوليته الكامله لان هي كانت السبب في اصابتك. فبيقول له ان هو هيخليها تروح تعيش معاه في البيت علشان تعمل كل حاجه ليه في البيت، توكله وتشربه وتدخله الحمام وتطلعه وتحميه وتظبط الدنيا. وده لحد ما يخف طبعا عمنا مارو. وطبعا ده بيكون اصلا اللي عايزاه كاتي، والولد ده بيتحط في موقف ابن محظوظه، بس كالعاده مثلث الحب بتاعه مستحيل يسيبوه في حاله. مامو وشيدا مش بيسيبوهم في حالهم وبيروحوا معاهم هم كمان، وهيفضلوا مع الواد ده زي ما كاتي هتفضل معاه. وبيكون المعلم مارو متجمع مع الثلاث بنات اللي بيحبوه، كلهم طبعا بيكونوا عمالين يخانقوا مع بعض وبيتخانقوا عليه علشان هم كلهم بيحبوه ومش عارفين يعملوا ايه. وفي الوقت ده بيجي برضو اخوات شيدا البنات الثلاثه علشان يقعدوا معاهم، وبنلاقي ميدو هي كمان قاعده تهزر معاه بالكلام وبتضايقه شويه. فهو بيهزر معاها وبيقول لها ده انت شبه العواجيز، فهي بتقول له عواجيز وبتقوم رافعه رجليها وعاطياله على دماغه. الواد بيقع في الارض وشكله كده هيجبس جسمه كله بعد اسبوع. وزي ما احنا شايفين ان كل الحريم فعليا اللي في الانمي عمالين يحبوه، حتى ميدو دي كمان شكلها هتحبه. والوضع ما بيوقفش لحد هنا لان بتيجي بنت تانية هي كمان وبيكون اسمها اوجا، ودي بتكون خادمه كاتي وجايه معاها غصب عنها وبتمسك مارو تجلده هي كمان، يعني ما جاتش عليها هي كمان برضه، يعني كله عمال يجلد فيه وبتقول له ان انت عيل قليل الادب والبنات كلها بتتجمع عليك وانت كمان زير نساء ومش عارف يعني انت هتعمل بكل البنات اللي معاك في الشقه دي ايه. فهو بيقول في نفسه يعني هي كانت ناقصاك انت كمان. وبتيجي كاتي تكمل الموضوع ده وتفجرها في وش مارو وفي وش المتابعين وفي وش كل الناس لما بتقول لمارو ان انت ايديك مكسوره، فانا اللي هاخدك الحمام اغسل لك ظهرك علشان انت مش هتقدر تطول ظهرك. وبنكتشف هنا طبعا ان اخلاق كاتي اصلا من البدايه مش محترمه ولا حاجه، كاتي حرفيا منحرفه جدا وهتعمل اي حاجه هتخليها تقرب من مارو باي شكل. طبعا اوجا اول ما بتعرف الكلام ده بتتصدم وما بتكونش موافقه ابدا ان هي تحميه. وطبعا عمنا مارو اول ما بيسمع الكلام ده ان هي اللي هتغسله ظهره بيوافق على طول، وشه بيحمر وبيكون مبسوط على الاخر وبيقول انا معاق، انا مكسور، عايز حد يغسل لي ظهري. لما بترفض اوجا بتبدا تخانق معاه وهو كمان بيخانق معاها علشان هي رافضه الكلام ده. وتاني يوم كلهم بيروحوا المدرسه، بنلاقي مومو عماله تتقرب من مارو وبتكون لازقه فيه حرفيا وبتقول له انا اللي هاكلك بايدي النهارده. بس بتيجي كاتي وهي متعصبه منها جدا وبتقول لها انا عامله له الاكل وانا اللي هاكله، يلا اطلعي من هنا وروحي على فصلك. وبالفعل بتمشيها وبتروح كاتي وبتقعد تاكل مارو في بقه وهو مبسوط جدا وعاجبه الموضوع تماما. بس فجاه بيشوف اوجا اللي هي خادمه كاتي واقفه له على باب الفصل وعايزه تمسكه تضربه بعد الحصه، فبيتخض منها وبيقول لكاتي لا انا هروح الحمام وما بيخليهاش توكله زي ما كانت عايزه. وهو طبعا كان عايز بس هو مش هيقدر يعمل كده علشان اوجا ممكن تمسكه تهلكه. وهو ماشي بتقابله شيدا وبتقول له انا عايزه اتكلم معاك على انفراد يعني لوحدينا. فهو بيقول لها ايه اللي انت عايزاه يا شيدا بعد ما بتاخده على سطح المدرسه. فهي بتقول له انت امبارح في بيتك حصلت اي حاجه ما بينك وما بين كاتي كده ولا كده؟ طبعا يعني احنا مش محتاجين نقول ايه اللي حصل يا جماعه، مش محتاجين. فهو طبعا بينكر وبيقول لها والله ما حصل اي حاجه، انت ليه دماغك بتفكر بالطريقه دي؟ فهي بتقول له علشان انت كده شاب منحرف وانا عارفه كده وانت اكيد تعملها، ما مش هتتردد يعني هتعملها يعني هتعملها، فانا فاهمه دماغك. بس في الوقت ده بيقطع كلامهم رساله جايه لهم من كاي لما بيقول لهم تعالوا دلوقتي حالا لغرفه النادي لان في حاجه مهمه عايز اوريها لكم. وفعلا كلهم بيروحوا وبيتجمعوا وبيسالوا كاي عايز ايه، فبيقول لهم ان في قناه وثائقيه طلبت منهم ان هم يعملوا فيلم وثائقي قصير عن حياه مارو كامله، وده من اول ما اختفى عن مجال التمثيل لما كان صغير عنده 6 سنين لحد ما وصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي ودخل مجال اليوتيوب. فكاتي بتقول له دي فكره كويسه جدا، لكن شيدا بتعارض تماما الفكره دي وبتقول لهم ان هم لو عملوا الفيلم ده فعلا هم كده هيأذوا مشاعر مارو لان هو في الفتره دي عانى بشده، وده لان امه ماتت لما ساب التمثيل كله. وبتقول لهم ان حتى لو مارو بنفسه وافق ان هو يعمل الفيلم ده ووافق ان هو هيمثله فشيدا بنفسها هترفض، وده معنى
معناه ان الفيلم كله هيترفض طالما شخص واحد رافض المشروع ده على حسب القوانين اللي هم حطوها. فبيتصدم مارو جدا من كلامها وبيكون متردد فعلا. فبيقول له كاي انت عايز تكتب فعلا خاتمتك بنفسك ولا لا يا مارو؟ فبيقول له مارو ازاي يعمل كده؟ فكاي بيقول له لو انت رفضت عرضهم فعلا هم هيعملوا عنك فيلم وثائقي بنفسهم، وفعلا الفيلم ده هيكون من مخيلتهم، واكيد هيكون فيه معلومات غلط كتيره جدا عنك، وده اللي هيخلي ان اكيد في بعض المعلومات دي هيضايقك وما هتكونش حابب ان هي تطلع عنك. لكن لو احنا اللي انتجنا الفيلم ده بنفسنا ووافقنا عليه، احنا اللي هنكتب السكريبت براحتنا وهنعمل الفيلم تماما زي ما احنا عايزينه، وهنطلع اللي احنا عايزينه وهنخفي المعلومات اللي احنا مش عايزينها. وبيقعد يشرح لهم من تاني كل حاجه عن المشروع ده علشان يوافقوا فعلا عليه. فالكل فعلا بيقتنع بعد ما بيشرح لهم القصه كامله. وبيقول كاي لمارو فكر براحتك في الفكره دي لحد يوم السبت الجاي ورد عليا. وبعد كده بتروح مومو تقعد مع شيتا وكاتي وبتقول لهم انا عندي فكره بخصوص الفيلم اللي هنصوره عن حياه مارو. فبيقولوا لها البنات ان احنا اتفقنا ان القرار ده في الاخر هيكون في ايد مارو بس. فهي بتقول لهم اسمعوا الاول بعد كده اتكلموا براحتكم. بتبدا تحكي لهم على الفكره واللي ما بنعرفش هي ايه حاليا بس هنعرفها بعدين. وبالفعل الاتنين بتعجبهم فكره مومو جدا وبيكون واضح ان عندهم ابتسامه شريره وبيوافقوا عليها. وبعد كده بننتقل لمارو اللي كان نايم وبنلاقي اوجا اللي هي خدمه كاتي كانت عماله تشخبط بالقلم الالوان على الجبس اللي متجبس بيه دراع مارو المكسور. فاول ما بيصحى مارو ويشوفها كانت بتكتب بيتصدم منها وبيقول لها اللي انت عملتيه ده. فهي قالت له مش انا اللي عملت كده ومفيش اي دليل يثبت ان انا اللي عملت كده، وبتكون كتبت كلام احنا مش عارفينه دلوقتي. فبيقول لها انت بتقولي مش انت اللي عملت كده، القلم اللي في ايدك ده ايه اللي جابه في ايدك دلوقتي؟ فهي بتقول له ده انا لسه هعمل اكتر واكتر فيك دلوقتي. وبتقوم تركب على مارو وبتكون عايزه تكتب على وشه طبعا، بس الموقف طبعا ما بيكونش تمام وبتقفشهم شيدا في الوضع الغلط ده. اول ما بتشوفهم شيدا بتتعصب جدا وبتقول لاوجا تعالي ده انا هطلع عينك، وبتعمل منها فعلا بطاطس محمره على جنب. وبيروح بعد كده مارو يفطر مع شيدا وبتوصل له رساله من كاي على طول وبيقول له ان في واخده حقيره عملها فينا. فطبعا مارو بيقول له انت تقصد ايه؟ فبيقول له كاي هبعت لك صوره دلوقتي بس امسك نفسك من اللي هتشوفه. فبتقلق شيدا جدا وبيقلق مارو وبيبص مارو على الصوره وبيكون مصدوم جدا لان في شخص كان نشر معلومات كاذبه ونشر مقاله كامله فيها معلومات كاذبه عن حياته وهو صغير مع امه كمان اللي توفت. فطبعا مارو بيكون مصدوم جدا من الصوره اللي شافها وبيجتمع مع كاي وكل اصحابه البنات التانيين في النادي. بيقول لهم كاي ان مفيش غير شخص واحد فقط مستفيد من نشر المقاله دي وهو الحقير شون اللي هو ابوه اللي هو فتح قناه اليوتيوب مع مارو اللي هو كاي طبعا علشان ينتقم منه. فمومو طبعا بتتعصب جدا وكل البنات بيكونوا زعلانين فعلا على مارو. مومو بتقول لهم ان هي هتستخدم نفوذ عيلتها وهتروح لشون علشان تعلمه الادب. فبيقول لها كاي لا اوعي تعملي اي حاجه. فهي بتقول له يعني اسيبه يعمل اللي عمله ده ويجرح مشاعر مارو من غير ما يتعاقب؟ فكاي بيشرح لها الموضوع وبيقول لها ان هو ممكن يستخدمك ويستخدم رد فعلك ده ويستغل الفرصه دي في انه يزيد شويه بهارات على المقاله ويفضح يعني او يحط فضيحه كاذبه برضه. فبتصدم مومو بتقول عندك حق اكيد ده شخص حقير ويقدر يعمل اي حاجه. فشيدا بتقول لهم طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لها كاي انا عندي طريقه هنقدر نرد فيها على الوغد ده. فبتقول له كاتي ايه هي الطريقه بتاعتك؟ فبيقول لها احنا هنعمل الفيلم الثقافي بتاعنا اللي هو عن حياه مارو ونكشف فيها كل الحقائق الكامله، بس مش هننشره على القناه اللي طلبت مننا ان احنا نعمل الفيديو ده، احنا هننشره على قناه تجميعات اليابان اللي هي قناه كبيره جدا خاصه باليابان كلها وكل اليابان بتشوفها. فكل البنات بتتصدم جدا وبتقول له شيدا ده اكبر قناه تلفزيونيه في اليابان كلها. فبيقول لهم كاي بالظبط كده وده الهدف. القناه لما عرفت اللي حصل مع مارو رنوا عليا على طول علشان يشتروا حقوق الفيلم الوثائقي ده علشان يعرضوه لانه طبعا بقى ترند دلوقتي. فدي فرصه جميله جدا وكبيره جدا عشان العالم كله يعرف قصه مارو الحقيقيه وينفي كل الاخبار الكاذبه عنه. فطبعا مارو بيوافق على الفكره على طول وبيطلب المساعده من كل اصحابه والبنات اللي بيحبوه. فكلهم بيوافقوا فعلا. وبتعرض دلوقتي مومو فكرتها اللي هي قالتها لشيدا وكاتي وكانوا بيضحكوا وموافقين عليها جدا. والفكره هتكون عباره عن ان الفيلم الوثائقي ده هيكون عباره عن انترفيو مع مارو، بس مارو هيقابل الثلاث بنات اللي هم بيحبوه اللي هي شيدا وكاتي ومومو وكلهم هيكونوا بيقابلوه في الانترفيو ده وهم بيسالوه وهو هيرد على اسئلتهم. واثناء وقت المقابله وهم بيكلموه وبيسالوه هيكونوا بيتمشوا في اماكن مارو عنده ذكريات ومرتبط بيها، يعني اماكن ليها علاقه بالماضي بتاعه اللي هو بيحكيه في الفيلم الوثائقي ده. فطبعا بتعجب الفكره كاي جدا وبيعتمد الفكره دي معاه. وعمنا مارو طبعا بتعجبه الفكره دي اكتر واكتر لانه هيعملها مع البنات اللي هم بيحبوه اللي هو كمان بيحبهم، بس طبعا هو 3 بنات عايز يتجوزهم دلوقتي. بيروحوا على طول لاول مكان علشان يصوروا الانترفيو، واول مكان بيكون بيت كاتي في اوضه نومها، وده طبعا لان مارو وهو صغير كان جزء كبير من طفولته بيلعب مع كاتي وهي صغيره وكانوا الاتنين صحاب.
بتفضل كاتي بقى تسأله في الانترفيو ده والمقابلة عن ماضيه، وهو بيقعد يحكي عن تفاصيل حياته كلها وهو قاعد. وتاني يوم بيجي وقت مقابلة مومو، وبتاخده على مكان مؤلم جدا او ليه ذكريات مؤلمة معاه، وهو المكان اللي امه ماتت فيه. بتبدأ مومو تسأله وتقول له احكي لنا امك ماتت ازاي، فبيقول لها ان امه كانت ممثلة ادوار رومانسية وكانت متعودة على كده، ودي كانت المرة الاولى اللي تمثل فيها مسلسل واقعي واكشن، فكانت عايزة تبان بشكل واقعي جدا. وكان المشهد ان كانت هتيجي عربية وتخبطها وهي هتقع على الارض، بس للاسف بسبب ان امه كانت متحمسة علشان تطلع المشهد واقعي بشكل كبير، لما العربية خبطتها وقعت على الارض ودماغها اتخبطت على الارض جامد، وده اللي سبب لها في الاخر ارتجاج في المخ، وده اللي خلاها تموت في الحادثة المؤلمة جدا دي. فمارو بيقول ان هو من بعد ما حصل كده كل ما كان يجي يمثل ويفتكر الحادثة دي ما كانش بيقدر يستحمل وكان بينهار دايما، فعلشان كده قرر يسيب مجال التمثيل كامل. ودي كانت القصة الحقيقية وراء اعتزاله ووراء موت امه. وبعد ما بيحكي القصة الحزينة بتاعته دي قدام مومو بتوقف التصوير وبتفضل تعيط بحرقة كبيرة جدا، وبتقول له مارو ان والدته كانت ست طيبة جدا وبتعاملها كويس طول الوقت، وبتقول له مومو ان هي كانت بتحب امه جدا وكانت بتعاملها زي امها بالظبط، فلما ماتت فعلا قلبها اتقطع وانفطر عليها. فتأثر مارو هو كمان من الموقف، وذكرياته الحزينة اللي عمالة ترجع له خلته يقعد يعيط هو كمان. فبتروح وبتحضنه مومو وبتحاول تخفف عنه بالكلام شوية وتخفف عنه الآلام اللي افتكروها مع بعض دلوقتي. وتاني يوم بيجي الدور اخيرا على مقابلة شيدا، واللي بتقوله تعالى علشان هنروح على مكان مميز جدا. فبيقول لها ايه هو المكان ده، فبتقول له اول ما هتوصل وهتشوفه هتعرف في الاخر. تاخده فعلا لمكان غريب وبيكون عبارة عن كهف، فهو اول ما بيشوف الكهف ده بترجع له ذكرياته، وبيقول لها يا انت لسه فاكرة لحد النهارده؟ فبتقول له طبعا اكيد، هي دي حاجة تتنسي؟ فبيقول لها والله ده انا حنيت للماضي. وبنرجع في الماضي بتاعه علشان نعرف قصة المكان ده، وبنشوف ان زمان مارو كان بيهرب دايما من البيت بتاعه علشان ما كانش بيحب يقعد لوحده فيه، وده طبعا كان بعد موت والدته، فكان بيدور على مكان يستخبى فيه لحد ما وصل للكهف ده، وخلى المكان ده زي قاعدة سرية بتاعته كان بيروح يعيط فيه دايما لوحده. وفي الوقت ده شيدا وهي صغيرة معاه تتبعته وعرفت المكان ده وكانت بتروح تقعد معاه دايما. وبنرجع للحاضر تاني والاتنين كانوا فعلا بيسترجعوا الذكريات وقاعدين في الكهف مع بعض، وبعد كده بيمشوا ويروحوا يقعدوا مع بعض قدام النهر في مكان جميل مليان خضرة. بتبص له شيدا بكل حب كده وبكل عيون فعلا مليانة حب، وبتقول له انا عايز اقول لك على حاجة مهمة ومش عايزاك تنساها ابدا، انا بحبك يا مارو. فبيقول لها مارو تاني، وبيفتكر طبعا ان هي في يوم الشاطئ قعدت تقول له طول اليوم بحبك، فهي بصت له بكل حنية وبتقول له والله المرة دي مش بهزر، المرة دي انا بقول لك بكل جدية انا بحبك يا مارو جدا ومش قادرة استغنى عنك. فهو بيقول لها طيب انت ليه رفضتني في مهرجان الاعتراف لما انا اعترفت لك بحبي اخيرا، ورفضت كاتي اللي انا كنت بحبها عشانك؟ فهي عيطت كده ودمعت وبتقول له بصراحة انا رفضتك لان انا كنت عايزة انتقم منك، لان انا لما اعترفت لك لاول مرة انت رفضتني. انا وقتها لما انت رفضتني عملت نفسي ان انا ما كنتش متأثرة، بس انا وقتها كان قلبي حرفيا انفطر وكنت حاسة بحزن شديد انت ما حسيتش بيا ابدا في الوقت ده، فعلشان كده كنت عايز اعمل لك ده مع اني بحبك ومش قادرة استغنى عنك، والرفض كان افضل وسيلة لما انا رفضتك لما انت اعترفت لي. لكن في العموم انا بحبك جدا يا مارو وعايزاك. اما بالنسبة للسبب اللي خلاني ما اقولكش لحد دلوقتي انا ليه عملت كده ورفضتك في المهرجان، وهو ان انا خفت ان انت تكرهني وعلاقتنا تنتهي او انت تبعد عني. فبيعيط مارو وبيقول لها بالعكس انا كنت غضبان منك جدا في الوقت ده، وده علشان انت خليتيني مش فاهم مشاعرك ناحيتي، هل انت عايزاني ولا مش عايزاني؟ بس دلوقتي بعد ما عرفت حقيقة مشاعرك انا بقيت مبسوط وفرحان جدا وحسيت براحة اكتر. فهي بتقول له انا اسفة على اللي عملته فيك، انا كنت جبانة جدا قبل كده وما قدرتش اواجهك بالحقيقة فعلا. فبيقول لها خلاص مش مهم انا مسامحك على كل حاجة. فبتقرر شيدا طبعا في الوقت ده ان هي تكسر جو الحزن ده، وبتقرب منه وبتبص له كده بكل حنية وخجل وبتقول له يعني ايه خلاص كده مش موافق ان احنا خلاص نرتبط؟ فهو بيتصدم طبعا من المفاجأة بتاعتها دي، ان هي عايزاه خلاص يقرر دلوقتي اذا كان هيرتبط بيها ولا لا، وبيبدأ يفكر في نفسه وبيقول انا طبعا بحب شيدا بس مش بنسبة 100% بحبها حب كامل، انا برضو بحب كاتي وبموت فيها هي كمان، وكمان مومو انا برضو بحب مومو، يعني عنده 3 بنات هو بيعشقهم حرفيا وقلبه مقسوم ليهم هما ال3. فبيقول انا اعمل ايه دلوقتي، اعمل ايه في البنات دي، مش عارفه اختار مين ولا اختارهم هما ال3 وخلاص. فبتقطع شيدا طبعا حبل افكاره في الوقت ده وبتقول له بما انك خدت وقت علشان تفكر فانت في حد اكيد شاغل بالك غيري ومحتار انت اكيد بيننا احنا ال3، فانا مش عايزاك ابدا تبقى بالشكل ده، انا عايزه مشاعرك دي تكون ليا انا لوحدي بس، فانا بقترح عليك ان انا اكون حبيبه طفولتك. فهو بيقول لها ده مصطلح جديد اول مره اسمعه، هو مش المفروض صديقه الطفوله؟ ايه حبيبه الطفوله دي؟ فهي بتقول له ده هيفسر علاقتنا كلها، لان انت فعلا بتحبني ومش قادر تستغنى عني وانا كمان
كمان بحبك وفي نفس الوقت انا صديقة طفولتك، فده اللي هيخلينا دلوقتي اصحاب لحد ما توصل لينا الفرصة فعلا اللي تخلي قلبك كله يبقى ليا انا، وساعتها هبقى حبيبتك بشكل كامل. فهو بيبتسم لها كده وبيكون مبسوط جدا من الفكرة بتاعتها وبيوافق فعلا ان هي تفضل صديقته وحبيبته في نفس الوقت. وبعد مدة بيصدر الفيلم الوثائقي اللي صوره مارو مع ال3 بنات اللي هو بيحبهم واللي عاش معاهم طفولته، واللي بيحكي فيه قصة حياته. ومش محتاج طبعا اقول لك ان الفيلم حقق نجاح كبير جدا على مستوى بلدهم كلها، وكل الناس كانت مبهورة بيه وكانت بتتكلم عليه، لدرجة ان مارو بقى مشهور اكتر وبقى ليه نادي معجبين في المدرسة بتاعته، وكل البنات فعلا بدأت تكراش عليه وتحبه. وبس يا جماعة بينتهي الانمي الممتع بتاعنا بالنهاية الغريبة دي. انا عارف طبعا ان النهاية مفتوحة، بس غالبا في اي انمي رومانسي ما ينفعش ينهيه بجواز البطل من البطلة في اي قصة رومانسية عموما، وكمان ما بالك لما يكون البطل بيحب 3 بنات، يعني مش طبيعي ان هو يجوز ال3 بنات ليه. بس عموما هما بينهوه بالطريقة دي علشان انت يا معلم تسرح بخيالك وتخيله ان هو اتجوز ال3، او لو انت بتحب بنت معينة فيهم تخيله معاها. وبس بينتهي الانمي الممتع بتاعنا. شكرا جدا ليكم على المشاهدة وشكرا على دعمكم ليا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنوا باقي الانميات الجامدة، والسلام.